سيارة روج في الأسود جاية في الطريق المؤدي إلى باب القصر. تحل داك الباب من على بعد كيف ديما، حسات مجاي هو داخل ليها وبلاصة قدام الباب. حيد سانتيغو خرج من السيارة، دار يدي في جيابو وقف واحد شوية حتى تقابل مع ديك الفيلا. بانوا ليه الضواو لي شاعلين، وهنا تأكد أن الكل كاين ومجموع. ومن جهة قلبو باغي يدخل، باغي يشوفها غير هي فقط ويتجمع معاها تاني. ومن جهة واحدة أخرى خاصو يشوف دارهم، الدار اللي حلف ما يوصل ليها، وها هو المكتب بزز منه حطو قدامها. هادشي علاش ما خاصناش نسرعو في القرارات ديالنا وناخدوهم في لحظات الغضب. كان الليل وعلين العشاء، هز الكونتاك وهو يسدك الطوموبيل، نفض سروالو بيدو وتوجه بخطواته الثقيلة ودخل من الباب. كانوا جالسين مجموعين في الصالون، وسهيب اللي عاد داخل قبل من فؤاد، اما راويه ونوجود ويامنه حبيبه القلب، فكانوا كيضحكوا وكيهضروا وكيتناقشوا حتى سمعوا تحنحينه ديالو. هزوا راسهم يلقاه واقف عند الساريه ديال الصالون وبتخنزيرته المعتاده. نوجود اللي نتقاسو هي تقول: ولدي فؤاد. راويه اللي قالت: خويا فؤاد، ومشات كتجري حتى لعندو وعنقاتو: خويا عاد جيتي؟ بس لها راسها ويعنكش لها شعرها وقال جاوبها غير بعينيه، غمضهم وحلهم بمعنى وانت جيتي؟ اسكت، ما عاودش جاوبها. انطق هو يقول: وانتي امتى جيتي؟ راوية نطقت وقالت: عاد الصباح جيت. قالها: مزيان، ساليتي الامتحانات ديالك؟ ساليتهم وكل شيء مزيان الحمد لله، ما تخافش اخويا. فؤاد ليه السبعه بتهديد وبتخنزيره. انطق هو يقول: نتمنى. شاف صهيب واحد الشوفة اللي خلاس هاد الاخير ينوض حاضر راسو حتى لعندو. صهيب اللي ما لقى ما يدير من غير انه يسلم عليه، وعارف غادي يسلم عليه مادام ولا كيهضر مع يوسف، فيجرب حدو حتى هو. نطق هو يقول: خويا الحبيب. فؤاد اللي بادلو العناق جاوبو براسو، مشى حسن عند نوجود اللي كانت واقفه ورا الدراري وحيت مو هكا وبتربيه وكبر منه، لازم عليه هو اللي يجي لعندها ويسلم عليها. بس ليها راسها ويديها وقال: الوالده. ولدي الحبيب لاباس عليك؟ غمض عينيه بمعنى لاباس. خانوه نظراته اللي مشاو لا اراديا القلب والروح والعشق ديالو، اللي عشقها بديك البيجامه الورديه، شعرها المجموع على شكل سفنجه مهمله، حنكاتها اللون الوردي والاحمر اللي ما كيفارقهمش، اما فمها الكرازي اللي كيترعد فور ما كيكون هو معاها وفي نفس السقف. متردد وبغى يعنقها قدامهم، يشبع بها فيها بوسان، ولكن مع الاسف ما يقدرش يقرب ليها. نوجود اللي دار شافت فين كيشوف وهي تقول: بنتي يمنى، اجي سلمي على فؤاد. يمنى اللي هزت فيها عينيها وقالت: واخا. تمات غادي عنده بشويه وقلبها اللي كيضرب، الاعين عليها. راويه اللي ابتسماتو صهيب اللي حتى هو مراقبهم. يلا غتقرب ليه وبغات تمد يديها باش تسلم عليه، حتى سمعوا صوت ديال الحاج من موراه. الحاج اللي نطق وقال: فؤاد. فؤاد اللي رفع حجبانه وهو يدور بالعرض البطيء لعنده: الوليد. يوسف اللي جا موراه ومشى حدا صهيب وكيقول ليه زعما بسبعانو: غادي تكون بعيد عليه وقدام عينيه، ما يقدرش يلمسها ويتلمسها حضنو كيف ولف ملي تكون امام عينيه. الكاتيوشا ها هي دابا قدامه، ولكن ما يقدرش انه ينقض على شفيفاتها ويمس رحيقهم، ما يقدرش يشدها بين يديه، ما يقدرش سبع هو حاليا. كيف كيقول هو السبع وهي الفريسة ديالو، فما يقدرش السبع حاليا انه يفترس الغزالة ديالو كيف ما كيقول هو. من بعد ما جابه من موراه دار عنده ويسلم عليه، سولو على احواله وطمن على صحته، حاول ما امكن انه ما يبينش بلي راه عيان ودارو جنبه من ديك الضربه. من بعد ما طلع لفوق لبيتو باش انه يدوش ويرتاح شويه، مشى الحاج ورجع هكا المكتب ديالو يقرا ليه ما تيسر من الذكر الحكيم. اما نوجد فمشات للمطبخ تزيد تاكد على العشاء يكون على حقو طريقو. بقات يامنه وراويه في الصالون وهما كيهضروا. راويه اللي قالت: وناري ما كرهش يعنقك غير مسكين جا الوالد. يامنه اللي ابتسمت ليها وشبكات سبعانها وكتلعب بيهم. راويه اللي قالت:
تبغي تطلعي عنده؟ يا من اللي خرجت عينيها وقالت لا لا، قال لي ما تجيش حتى نجيبك انا، لا عافاك راويه. راويه نتقاس وقالت لا ما غيشوفك حد. شوفي والله حتى غادي يفرح. دابا هو همو غير بابا وصافي. بابا راه ما كيخرجش وما كيطلعش للفوق الا للضروره القصوى. دونك ما عندك مناش تخافي صافي، بالعكس غير عجبو الحال، غير سمعي والله غير سمعي ليا. يا منى نتقاس بتردد وقالت وشنو غادي ندير؟ راه هو مشى يدوش ويرتاح. راوية نتقاس وقالت في عينين فؤاد راحتو غير معاك الحبيبه ديالي. بتردد كبير وبزز باش نعط ليها. طلعت هي وياها الفوق من بعد ما تاكدوا ان تحت ما كاين تما، وحتى ولو كان فغيكون غير صهيب او يوسف او الياس، تحت فيهم ما يقدر يتدخل. في هاد الاثناء كان يوسف وصهيب في الطابله اللي في الجرده ومقابلين مع لابيسين، وهما كيهضروا. صهيب اللي خرج عينيه وقال الله صاحبي كيفاش شنو ما يمكنش. يوسف اللي قال اياه وهاد الزويجه بغات تعاود هاد المره بالطلاق، وماشي هنا المشكل، حتى السيد تقبلها عاد هما بغاو يطلقوها ليه. صهيب اللي نطق وقال واش من نيت ونيت هذا اويلي. يوسف اللي قال اكيد غادي يعيط لك باش توجد ليه ورقه طلاق، راه باينه ما فيهاش. صهيب اللي ضحك وقال الله الله غير اجي وطلق. اهيا اهيا وعدي، انا راه ما قد على رقبتي نهز على داكشي، ومن هنا وهنا حتى يذبحني بشي موسحافي على رقبتي، حتى باك غادي يتزمر علينا، غير سمح ليا وصافي. يوسف ينطق وقال وغير الا زمر والله حتى نقولها لفؤاد، عمرني ما غادي نعاودها، انا ما نقدرش، مسخوط انا مسخوط، اللهم نقولها ونحيد عليا العصا. ماشي مشكل خليه يسخط عليا. صهيب ينطق وقال واحد شويه غنحيد هذيك تا محامية انا كاع ونقلبها طاق الزارد. اويلي نبقى انا نطلق ونزوج، هادشي شتو سهل عند هاد جدو، ماشي حتى اليهود هادي ما كيديروها، ويني مشكله هادي معاه. وبقاو كيهضروا وهما شادين في بعضياتهم كيف العاده. طلعت هي وراويه الفوق ودازوا على بيتها. دخلت ليه راويه نطقات وقالت اجي ديري شويه تاع الريحه وقضي وجهك بشويه. يمنا اللي قالت لا هو راه ما كيبغيش الماكياج راويه، وما غادي ديري والو صاحبتي، غديري غير عكر خفيف وصافي وقضي شعرك، راه ما يبغيش ماكياج ديريه وتخرجي بيه، ماشي ما ديريش ليه نتيا مالك صاحبتي دايره هكا. شوفي يا حبيبتي غير سمعي مني، والله الا خويا انا عارفاه، قلت لك شحال من حاجه عليه ياك وصدقاتي هي هذيك، راني حافظاتو وعارف انه مزيان شنو كيبغي وشنو ما كيبغيش، غيعجبو والله بالاخص الا مشيتي بالتخبيه وفاجئتيه. المكياج هو ما كيبغيش نديروه في الزنقه، انا وما كنديروش، ولكن في الاعراس والحفلات كيخليني نديروه بشرط ما نكترش، ماشي كيخنق ولكن كلشي في حدود المعقول وصافي. ديري غير عكر خفيف هكا، قدي وجهك شويه وتخرجي عنده عاوتاني ومسحيه ملي تبغي تخرجي من عنده. يا من اللي بقات كتشوف فيها وكتفكر وخايفه، وفي الاخير نطقات وهي تقول واخا صافي. جراتها صيبت لها وجهها بالخف ودارت لها عكر في البوردو خفيف. كان عندها ورشات بارفان ديالها اللي عندها تما، قادت بيجامتها اللي كانت طويله في القطن وورديه في اللون. خرجت هي وياها ودازوا على داك الكولوار حتى وصلوا لبيتو. راويه اللي قالت هانتي يلا هالفجيله سيري دخلي. يا منين تقات وقالت واخا انا غنمشي. ترددات شحال حتى حلت لها راويه الباب هي دفعها عاد دخلات. سدات راويه الباب وخلاتها. اول مره تحط رجليها هكا في البيت ديالو وتشوفوا كيفاش داير، بيت اللي كبير بزاف وفيه بلاصه ودريسينغ، جامعه كومبليات ديالو قوامجو سمايط، وبلاصه فيها الصبابط ديالو وسبرديلات. عند الباب كاين ماريو صغير وفين محطوطين دوك الصبابط اللي كيخرج وكيلبسهم تما، عاد كيخرج. وكاين جهه فيها الحوايج ديال السبور باش كيبقى في الدار. المهم كل بلاصه ومخصصها لحاجتها. اما هي فهاد الشي مازال ما اكتشفتوش كامل، ولكن غير دخلت وسمعت صوت ديال التقرقيب في الدوش، بغات تسناه وما بغاتش تردد كبير، وكان غالب عليها التوتر والخوف والخجل. اما هو فكان في هاد اللحظه تحت الرشاش ديال الماء الدافي هابط على جسمه الممزوج بالرغوه ديال باندوش وبنكهه النعناع المنعش، رائحه رجاليه اللي خاصه بيه. داير فاسمه وديك سبارادرا المضاده للماء، عاقد حجبانو ومركز ومستمتع بالدوش ديالو،
وفي نفس الوقت كيفكر بالراحه للقادم، ما مخليش النطارق اللي كيلعبوا ليه في راسو من غير مطرقه وحده، وهي المطرقه ديال السيده اللي كتسناه برا، وهو ما دايرش بيها. في هاد اللحظه مشات جلسات فوق الناموسيه وكتسناه، وهي دير ليها طن. علاش ما توجدش ليه حوايجو؟ بينما هو هكا يخرج من الدريسينغ. فاش غادي نوجد ليه؟ مشات للدريسينغ ديالو وجبدت ليه تيشيرت اسود وسروال قطن ديالو نفس الماركه نايك في الكري ومكتوبه بالاسود، بوكسور ليه هزاتو وحنيكاتها ولاو حمرين ومزنقين، اداتهم وحطاتهم فوق الناموسيه وبقات جالسه وكتفكر، حتى تفكرات توصيات ليها باللي ما تجيش حتى يجيبها هو بطريقته. هنا بدا الخوف كيدخل معاها، قررت انها تخلي لي حوايجو محطوطين وتمشي ترجع لبيتها باش يعرفها بلا جات، ومن تما ومهتمه به، وفي نفس الوقت ما يزعفش حيت جات. ناتو هي توقف وتما تغادا حتى سمعت صوت ديال الباب ديال الدوش اللي يتحل وهو يخرج منه. فؤاد اللي وقفها بصوته الحرش الغليظ ونطق امنه، وقفات وهي تقول هذه هي الاخرى ليها. دارت باش انها تقول لي اسمح ليا، ومع الدورة جات عينيها نيشان، كان عيان كله زبط، هبطت عينيها نيشان، وهنا داك الخط ديال الزغب اللي كان هابط حتى قربات تشوف داك الشيء، وهي تغمض عينيها وغوسات ودارت اسمح ليا. انا غنمشي، انا غنمشي، يلا يلا انا غنمشي، يلا غتمشي. حتى هضر هو بصوت مجهد اللي قفزها ومخنزر وقال اجي لهنا. يا امنه اللي نطقات وقالت هاني، دارت تمت غاديه وحاضره عينيها حتى قربات. اجي قربي لهنا. قربات نص خطوه وهي كتقفقف، ما فيه ما يبقى يتسنى، وبدون انذار مشى لها ويجرها من درعانها، لصقها معاه هكاك عريان حتى قاسها في كريشتها، هز لها وجهها هابط لعندو ويجر لها شفيفاتها بفمو ويتبعوه سنانو، رجع باسها جنب فمها وخلى فمو تما هو ينطق. جيتي لفراشك امرتو؟ جيتي لفراشك. حط صبعو على الخصله ديال شعرها، هو يمسكها بصبعانو بزوج، هابط معاه حتى وصل لحناكه وهابط بحركه خفيفه، جابت ليها السهو، شدات ليه في درعانو بيديها وعينيها لاول مره مركزين فيه، ماشي شجاعه منها ولكن الصدمه والتوتر والخوف هما اللي خلاوها تشوف فيه بعينيها من غير ما ترمش. شاف لها في عينيها وداك اللون اللي فيهم، استغل الفرصة انها كتشوف فيه بيهم، هو يحتد على حناكه والاخر كيتلمس فيه لثواني معدودة، وهما على داك الحال كيتبادلوا فقط النظرات قبل ما يقرب راسها لعندو ويهبط على سترو، حاوطها بدرعان وخاشيها فيه، باس راسها ويستنشق عطرها وعطر شعرها، حط راسه على راسها بتنهيدة اللي طويلة. السبع ما يجيه الصبر غزالته، السبع ما يجيش الصبر وغزالته قدامه. يا منى، يا منى نطقات بصوت خفيف وقالت نعم. سيري قابلها معاه وقال المرة الجاية ما تجي تنقولها ليك. واخا كحز منها وهي الدور طارت من حداه، خرجت من البيت ووجهها مخطوف منه اللون، من داك المنظر هو هكاك قدامها وداك الشي اللي حسات بيه في كرشها، دار هو من بعد ما طارت من حداه عوج فمو بحركه في شكل، هز داكشي اللي وجدات ليه فوق الناموسيه ويلبسو، مشى التليفون ديالو لقى الاتصالات من الاف، بعض من رجالو، دوز الخط الالاف وهو يقول الحمد لله على سلامتك. فؤاد اللي نطق وقال شنو كاين؟ اللي بغيتي راه وقع. فؤاد هز عيني بشر وقال خرجتو. مزيان مزيان. الاف اللي نطق وقال هادشي علاش اتصلت بيك؟ ما تعيطش حتى نعيط لك انا هاد اليومين سمعتي؟ الاف اللي يصدموه هو يقول يومين؟ علاش ما غاديش تجي؟ واش غادي تطول تما؟ فؤاد اللي نطق وقال عندي مشاغل هنا، تصرف من عندك حتى نجي، وهو يقطع معاه البس وجا على قانتونيت، استغل الفرصة والصبر اللي قرب انه يسالي ليه، مشى لبس دوك التقاشر وايرماك وطفى داك التليفون وهو يخرج من البيت، هبط من الجهه الاخرى حتى وصل للمطبخ، لقى نوجد اللي واقفه معاهم حتى هي وكتوجد، حتى سمعت حنحينه وهي الدور لعندو. ولدي
محتاج لشي حاجه؟ شيلها بصبعو جهه الثلاجه ويرفع حجبانو. الماء. ايه واخا هي الاولى ولدي. مشات جابت لك قرعه ديال الماء. اوه مني كيشرب الحاج حس حتى هو كيفضل الماء المعدني. فين ما كان خارجي يدير لا مارش. مداتها ليه بارده وقالت ها هي ولدي. فؤاد اللي خدها من عندها واحد الراسو هزو بمعنى شكرا. حسيت من دايرو يتوقفوا. ياك غتعشى معانا في طبله وحده ولديها؟ راه درت الرفيسه اللي كتعجبك وبدجاج البلدي. فؤاد اللي بقى شحال واقف عاد على شفايفو حكى على مناخرو بخفه وهو يقرب حتى لعندها. بس لا راسها ويقول غنتعشى معاكم. اي والله يرضي عليك ولدي. غادي تجري؟ لا غير غنتمشى. ايوا واخا ولدي واخا. حضر راسو ومشى تحت دعواتها ليه وبفرحة اللي في قلبها انه غادي يرجع وغيتجمع معاهم. تمشى مسافة ما بيهاش وما طويلاش وما قصيراش. كانت تقريبا نص ساعة في الارجاء غير تما. دار باعتبار انه باقي مجروح والجرح ديالو مازال ما براش. تحس براسو تنفس وارتاح. هو يقلب الدورة ورجع هكا الفيلا. عند الدخلة لقى يوسف وصهيب حتى هما في الجردة ومقابلين مع لابيسين وكيهضروا من داك الوقيته بين ما يوجد العشاء. قلب الدورة ومشى جلس معاهم. لقاهم مازال جابدين نفس الموضوع ديال الحاج وكيهضروا فيه. غير وقف عليهم وهما يقلبوا الموضوع. ملي قال لهم فاش كنتو كتهضروا قالوا ليه والو غير كنا كنهضروا في موضوع وصافي. من بعد تلاقى مع راويه وهضر معاها حتى هي. ادخل وهو داخل هكا تم غادي جهه الدروج حتى بغا يطلع. هو يسمع الصوت ديال يامنه اللي كتعيط لراويه. حبس ودار شاف فيها من بعيد كيفاش كتهضر معاها وكتعبر ليها. راويه اللي نطقات وهي تقول مالك. عرفتي دخلت الكوزينه ولقيت ماما دايره الرفيسه بدجاج البلدي. راويه ضحكات وقالت حريوقي سالو كنسط عليها. يامن ضحكات وقالت ولكن ما دايراش البيض الرومي دايره بلدي وانا ما كنحملوش وخسرت صيفتها. راويه اللي قالت ويلي وقوليها لي هديروا ليك بوحدك مالك. وصافي هي دايرها الفؤاد حيت كتعجبو ماشي مشكل ناكل معاه. راويه اللي تقاس وقالت وينو يا اختي اللي كتشارك راجلها في كل شيء. يامن اللي ابتسمت بخجل وقالت المهم كاينه رفيسه. هادشي كامل وهو كيسمع ليه حاضي تفاصيلها وهدرتها وحركاتها ايديها التعبيريه واللي هز قلبه هي الجمله ديال دايرها الفؤاد حيت كيعجبو وغناكل معاه. طلع الفوق ديال البيت ديالو حيد حوايجو ولبس كلاكيطه في رجلو. هبط لتحت وكانوا كلهم كيتسناوه هو والحاج باش انهم يتعشاو في الطابله ديال العشاء كيف العاده ديما مجموعين عليها واللي متهم ديما من ايام زمان. يا كيكون شخص ناقص يا كاملين يا كيكون زايد شي شخص ولكن غير ضيف. ولكن هاد المرة الشخص اللي زايد بصفته واحد من سكان البيت ومن أفراده. هي الطابلة طويلة شوية على راسها الحاج والراس الآخر كاين فؤاد. غير الجهة الأخرى كاين يوسف وصهيب وجود والجهة الأخرى كاين راوية بوحدها وحدها يمنى قريبة الفؤاد. الحاج اللي انطق وقال يلا بسم الله تفضلوا. قدموا كاملين وبداو هكاك كياكلوا. هالي كتلقام وهالي بالفورشيت كل واحد باش كياكل ومن ضمنهم فؤاد اللي كياكل بالفورشيت كياكل بالقاعده وحاني راسو مغوبش جالس بالتخنزيره اللي عاقدها فور ما جلس بديك الطبله. الشي لاحظو الحاج وزاد تقلق كتر كيسحب ليه بلي فؤاد مخنزر حيت ما حاملش يامنه. واحد شويه ما بقاش قادر يشوف ديك الطغبيشه وكلا ليه غير شويه وهو ينوض. استأذن منهم بحجة انه ما يقدرش يكمل على قبل الضغط وناض مشى بحاله. فؤاد اللي كان كياكل وعينيه مشات اليمنى اللي كانت كتضارب مع ديك اللقمه وما عرفاتش ليها. حنحنو حتى شافت فيه وهو يكحز لها الفرشيطه وقال هاكي كولي بهادي. ياما اللي شداتها من عنده هي تبدا كتاكل بيها. واحد شويه حتى جابت البنت بصيل فيه بيض الرومي مسلوق وحده كمون ومليحه وحطاتهم قدام يامنه. مريم اللي قالت هاكي يا اختي هذا البيض الرومي. يامنه اللي هزت فيها راسها مصدومه وقالت واخا شكرا وبقات حله فمها. كانوا كلهم حانين ريوسهم وكياكلوا مستمتعين بداك المذاق حتى هزات عينيها وبغات تسول نجود وهو يحنحن بشويه
حتى دارت لعندو وشافت فيه وهو يغمزها، زعما راه انا اللي وصيتهم باش يجيبوه ليك. وصل الليل وكل واحد رجع لبيتو. طلعوا الدراري لبيوتهم باش ينعسوا ولا يديروا شنو غادي يديروا. اما يامنا حتى هي فكان طالعه لبيتها، كانت كتسناه يعيط ليها وفي اي لحظه، ولكن وقع العكس، ما عيطش ليها. دخلت لبيتها ومشات للطواليت باش تبدل، وكان صافي مشات منها. نطقات مع راسها وقالت لا، انا ما غاديش ندوش حتى للصباح، غيقدر يدخل ويلقاني كندوش ويعرفني توضيت. خافت مسكينه، مازال الخوف مسيطر عليها من ديك النهار. غسلت وجهها بالصابون ديال الوجه خاص ونشفات وخرجات من الدوش. مشات نيشان داك الكوافوز، دهنات وجهها بكريم مرطب، ومشات سكات في الناموسيه. من بعد ما طفات الضو خلات غير ضو واحد ديال الفيوزه اللي شاعل. حاطه يدي على خدها وكتسنى وتسنى حتى عيات، وفي الاخير استسلمت للنوم. صباح لي جديد، وكان الصباح بكري كيف العاده. فاقت هي الاولى. اول حاجه دخلت للدوش وتوشات باش انها توضا. حلات الرشاش وخلاتها يسخن، عمرات داكشي ومشات كدوش. ايوا ملي خرجات اول حاجه دارتها جبدت من المجر داك الكريم ديال الجسم بنكهه الفاني. او حطاتو فوق الناموسيه وجلسات تحنات. دهنات رجيلاتها، حيدة داك البنوار ودهنات لحمها كامل، عاد لبسات. بدات كتهز في حوايجها اللي كانت موجده وهي تلقى راسها ناسيه السوتيان. لبست حويجاتها وهي تمشى حتى لماريو باش تجبدهم، واقفه وكتقلب على اللون اللي غيكون قريب لهداك الكيلوط، وفي حاله تماما. ما سمعتش داك الباب ينتحل، وما سمعتش الخطوات، اما والو. ايوا وهي كيف عادتها، اما هو فكان تام جاي وبلا حس. حتى حسات بواحد الانفاس اللي سخونه غاديه وكتقرب ليها، وهي تدور بجهد، مخرجه عينيها حتى جات لاصقه معاه. كتشوف فيه وعينيها خارجين حيت خلعها ومازال ما تعودتش على هاد الشي. فؤاد وبصوت خفيف مسحور بريحه الفاني اللي كتفوح منها وسخونه. مالك؟ نطقات بعفويه وقالت خلعتيني. هبط العنقها باسو ليها واحد البوسه في الشكل حتى حس بها تهزات. دور يدي على ظهرها وزاد ضغط عليها عنده وحاكمها. نطق هو يقول مزيان بالصحة. هي اللي كترمش في عويناتها وقالت الله يعطيك الصحة. توضيتي؟ جاوباتو براسها بواحد الحركة ديال الرسوم. نطقات وقالت عاود خشى وجهه في عنقه ونطق وسط منه وقال مزيان داكشي اللي بغينا. طلع راسو فيها وشاف في عينيها نيشان شوف اللي كتحمل معاني كتيرة، واساسها الشوق اللي كان كاسمو من اول لمسه ليها في جسمها. قشعريره اللي كتنتابو، احساس بشكل كيحس انه قدام قطعه ديال المارشميلو رطب. هبط فمو لعند فمها وقبله ما تنفنف ولا تكلم، وعلى هي تقدر تكلم مازال. كان اسرع من البرق، الشي اللي خلاها مذهوله. فور ما لقاتو خاشي فمها وسط فمو كيجر فيه بتلذذ، كيزيد يتحكك عليه حتى دفعاه لداك الماريو. كيجر في الرحيق ديال فمها وكيعاود يجر ويجر. تحست براسها تخنقات، وكيعطيها ثواني انها ترجع انها تنفس. وهما خدامين في البوسات ديالهم. طاح على الارض داك البنوار من بعد ما بعد بطريقته، حيدوا ليها بلا ما تحس حتى لقات راسها زبطه قدامه. صافي هنا دق ناقوس الخطر عندها. رجعوا ليها الاحداث، تخرجت عينيها وهي تقيسو في صدرو بغا تدفعو، ولكن هو هيهات كان حاكمها اكتر. قلبها وزاد ودقاتو، ما محيدش فمو من فمها، ما باغيش يحيدو، باغي يبقى غير هكاك. اكيد حاكمها بيها ومظهرها، ويد مطلعها هكا لدرعانها وكيطلع ويهبط بحركه خفيفه حتى كتبرش. بحركه سريعه هزها بالخف والوليها رجلي على خصرو. هو اللي خدام كيبوس حتى فمها مسكينه ولا طايب. رجع خشى وجهه في عنقها، وهي اللي هبلاتو ديك الريحه وما خلات فيه عقل. يغمض عينيه ويبوس عضات خفاف تا كتهز ليه. بقى هابط حتى قرب صدرها وهو يحبس، وكحس بها كتدفع فيه. هز راسو مخنزر وقال مالنا شنو كاين؟ عندك ضرب وعندك يدخل شي حد. عارف شنو كندير؟
خنزر فيها وقال: مرة أخرى تقاطعيني ما تلومي غير راسك، الباب راه مسدود. جاوباتو براسها هو يحطها، اصلا نسى راسو واش مضروب، حسا فكراتو غير هي او الوخز ديال ديك الضربه. شابك صباعها مع صبعان وكمش عليهم، هز يديها وباس عليها ويجرها داها هكا الفراش، كتغطي في صدرها بيديها والاخرى تحت منها، ما عرفت شنو تخبي، اما وجهها فجميع الالوان ديال الطيف دازو عليه. تكاها تما وطلع فوق منها وحيد داك الشخص اللي كان لابس. هو محاوطها بدرعانو، يد هنا ويد هنا، غير النظرات اللي كتكلم ما هدراتش. هو في الشكل ليها، هي ما كيعبرش بالكلام الكتير، المهم عنده هو انه عفا عليه الله وها هي بين يديه، يدير فيها شنو ما بغى، ولكن متريتي بشويه باش ما يأذيهاش عاوتاني. ولكن راه عجباتو ما ينكرش. هبط الحناكه وباسو غادي وكيبوس ويبوس حتى وصل لهكا شفايفو. هبط بوساتو مستمرين حتى وصل لعنقها، حتى عليه بواحد العضه حتى قفزات بواحد الانين. هو اللي صافي ما اكتفاش وما حبسش وما خلى حتى شي بلاصه، وحسن من العضان حتى صافي مع كل هزه ليها كيزيد يشعل. حتى هبط سرتها، هز ليها يديها بزوج فوق من راسها تقابل مع وجهها، شاف فيها بعينيه وينطق هو يقول: اللي دراتك راه دراتني، اعطيني راسك وما تخافي من والو. يا منين تقات بخوف وقالت: غتقصحني كيف ديك المره. شاف فيها هو يقول: اللي دراتك دراتني عمار داري، وبسها فمه وهبط عليها عاوتاني. السيد صافي جعر كيتسمع غير صوت انفاسهم، والنفس ديالو هو مجنون ومفتون بيها. جرها حسا الفوق عند هذيك الراس ديال الناموسيه، ناضح يد سروالو بقى غير بالبوكسور. صافي هنا اعلن اقتراب الخطر بالنسبه ليها، وخاصه من شافت ديك البلاصه. ما عرفاتش الماء صافي وقف ليها في الركابي. صافي ملي حس براسو انه صافي وصل للطوب وما بقاش قادر، نطق هو يقول: اليوم وغدا. هز راسو حتى تقابل معاها وقال: اليوم وغدا وبعده والايام الله كلها، كوني بين يديا وفي جنبي، فراشك فراشي، انا ديالك وانتي ديالي. نزل صبعو هكا خط اللي كان طويل واحد من كتفها حتى لجنبها وخسرها ودوك لي هونش اللي عندها تلفخدها، توصل للمركز والنقطة اللي غاد في يد الكاس، وتزيد كتر وكتر على ما بيه، وبحركات خفاف بسبعانو تما خلاوها تهز وتلصق معاه وتعض على شفايفها لا اراديا ومغمضه عينيها. يا من اللي قدر يخليها تحس بيه وتحس برغبه، وقدر انه يعرفها او نقولوا انه يرفعها للسما السابعه معاه، تحس بها ولا طالبه ولكن متردده. بدا سمات ليه عينيها شبه مسدودين من الخجل، بحركه لا اراديه دورت يديها على عنقه، وهادي عطاتو البادره باش انه يرجع من جديد ونفسه يتخربق. رجع ليها بالغزل الكلمات القليله حتى ساحت ليه بين يديه وفي وسط الكلام: اللي يفكر يأذيك حياته ساخل عليه، امرت داري ساخية عليه. يا من اللي دابس من هدرته اللي كتحشمها وكتخلي وجهها يتخطى او نقولوا يتغطى بالالوان، خصوصا اللون الاحمر وعينيها اللي كينزلوا للارض. كتسمع كلماته وما دايراش باللي راه هي لتحت وكيطلع شويه بشويه. تبدات كتحس بها هو رجع الاحساس من جديد. فيقا حتى جمعت الضحكه، جمعت فمها وعضت شفايفها ومغمضه عينيها، كتحس بموس. تلقات انينها: حشو ما عليك قلتي ما غاديش تقصحني؟ جاوبها والعرق اللي نازل ليه على عينيه معسلين معاها ومع شعره في ديك اللحظه بالذات. شدات فيه وكمشات عليه، عطاها الخاطر ودير ما بغات، بقات غارسه فيه ضفرانها عنقو في عنقو صدرو. هي كتحس بشي حاجه، اما هو فما كاينش في هذا العالم. خشى فمو في عنقه وكيمص فيه حتى كيبدا كيمشي وكيجي. يانا اللي نتقاس وقالت صافي بشويه، عقد دوك ال11 بين حجبانو ارفعهم وسنانو مكرز عليهم حتى كيبان الفك ديالو كيتزعزع، وبقى هكاك شويه بشويه حتى كيزيد في الوتيره.
او بلا ما تشعر خلاها تنسجم معاه وتنسى هادشي كله. راه غير كان مراعي ليها وصافي. كمل ويتلاح على ظهرو، جر عليهم داك الغطا وجرها لعندو معنقها بدراعو، باس راسها وحك في كتفها وبغى يتاكد مسكين لا تعاود عاوتاني دير ليه بحال داك النهار. نطق هو يقول امنه، هي اللي مخشيه فيه وزامه فمها. حلات عين وحده وجاوبتو بصوت مرعود نعم. بس لها راسها ودار جهة سروالو مدلي يدو، هزو خشى يدو في الجيب وجبد منه واحد العلبة اللي كانت زرقاء، فتحها وناض تقاد في الجلسة وقال اجي لهنا قربي. هي منين شافت فيه وقربات لعندو، جبد ديك السلسلة ديال الذهب وكان جايبها ليها اصلا حتى وقع اللي وقع، دارها ليها في عنقها وفيها كتبه بالخط الروسي باسم كاتيوشا. ركبها ليها وباس ليها عنقها، شافتها وكتقلب فيها بيديها حمقاتها. نتقات وهي تقول واو هاد العقد زوين بزاف. عينيها لمعوا وقالت شكرا شكرا بزاف. بس ما بوسه طويله رجع شاف فيها بعينين وفي عينيها الخجولين. نطق وقال بصحتك بصحتك مايا يوبوش. يا ملا نتقات وقالت شنو شنو كتعني هادي ما عرفتش. عنكش ليها نيفها وقال بشوفتك العاديه عاد على شفايفه ونطق يا الحبيبه ديالي. هادشي اللي كتعني. بقات شاداها بين يديها وهي كتشوف فيها وكتقلب حماقت عليها. من ديما هي اي حاجه جاتها سوا غاليه ولا بسيطه وكيف ما كانت المهم تكون ليها خصيصا كتفرح بيها. جرها هو يعنقها بدرعان وبس ليها راسها ومغطين. شحال هو معنقها وسبعان اللي كيلعبوا في شعرها وعنقها. لحظات حتى التقطوا انفاسهم مزيان. حيد درعانو هو ينوض جلس وعطيها بالظهر، شد جنبه وحس بيه سخون وداك الحريق بدا فيه، ولكن هو ما عطاهش اهميه، عادي مولف. اكتفى بداك القدر او لا وقبل كل شيء لصالحها هي بشويه بشويه حتى تعود عليه، وباعتبار مازال ما قنعش منها ومازال باغي يزيد كتر وكتر، ولكن ماشي براحتهم وماشي في بيتهم ولا في دارهم. اما ما تخرجش حتى الغد ليه. ونسى ان جنبه هو الاهم في هاد اللحظه اللي ما حارش فيه وبتاتا ما داهاش فيه. ناض وقف ولبس هكا ما بغاش ينوض عريان قدامها، لبس البوكسر ديالو عاد ناض. عارفه كتحشم بزاف ومن بين اهدافه هو تريت في كل حاجه وكل شي بشويه بشويه معاه حتى تعود. كيهضر معاها وعاطيها بالدار وفي نفس الوقت كيلبس في تيشورت وحوايجو. كمل دغيا وهو يقول لبسي وكملي دغيا باش تهبطي وسفطري. يا من اللي تلاوي عليها ليزار وقالت واخا فؤاد. فؤاد دار لعندها ويقول مالك، كتهدر عينيها كيهربوا منه باش ما تشوفش فيه. باقي هيبته كتحشمها وتخلي قلبها كيضرب. ندير لك السوان لجنبك اليوم. هو اللي كان خاش يدي في جيابه ومن بعد حيدهم وقرب لعندها. تحنا حتى باس حنكها ويقول فاش نبغي نديرو غادي نجيبك لعندي. نتقاس وقالت صافي واخا. دار هو ومشى حل داك الباب وخرج من البيت، خلاها هي وتسناتو حتى خرج. ناط دوشة تاني من جديد شوية وكيف لا نقولو درجة بدرجة غادي تزيد تولف عليه وتزيد تولف على الزواج ككل. بحال هادشي بالنسبة ليها هي مازال ما عارفاش وحدة، فما هادشي اللي كيخص بحال هكا كيحاول يخليها تولف عليه دقة دقة، واخا ما كرهش ياكلها ويسرطها راه ما يكرهش. رجعت دوشات هاد المرة وسالات، كملات وخرجت ولبسات تريكو ديال القطن بيض ومكتوبة فيه بالاسود، سروال ديالو قطن في الاسود ومكتوب بالابيض. ولكن المشكل ان داك السروال مزير شويه بالنسبه ليها، وهي عندها السيقان اللي كانوا مبطبطين. وهي تقول ماشي مشكل طالما انه منع غير على الكولونات. رشاد داك الديودورون شفات شعرها مزيان دفراتو جنب، عاد لبست فرجيلاتها وخرجت هبطات لتحت ديريكت للمطبخ عند وجود. لقاتها كتوجد في القهوه واتاي. يا من اللي شافتها نازل عليها واحد السر على غير العاده. صحيح حنا مولفينها ديما حنيكاتها حمرين، ولكن اليوم غير. نتقاس وهي تقول صباح الخير. نوجد اللي دارت لعندها وقالت صباح النور بنتي الغزاله كيف صبحتي.
الحمد لله ماما. واو دايره القهوه، ريحه القهوه بالعطور. نوجود اللي قالت اياه. شافتيها وهي تحط يديها على حناكها كتقيس فيها وقالت بنتي شفت وجهك اليوم منور، اشنو هو السر؟ يا من اللي حسات بالسخونيه وقالت ها لا والو غير بحر دوشت وتوضيت. مزيان بصحتك يا بنتي. غسري جلسي في الطبلة حدا راوية والدراري بين ما يوجد الفطور. ابتسمت ليها وخرجات مشات للصالون فين كيفطرو. لقات راوية وصهيب ويوسف واجدين ولابسين باش يفطروا ويخرجوا لخدمتهم. كانوا كلهم هكا جالسين تما. شوية حتى جا فؤاد صبح عليهم وصبحوا عليه وتبعاتو نوجود. عاتم جاي فؤاد حسا هو مدوش ومبدل لابس سبور. دخل هاكا عادي ومن الريحة ديالو ديال الباندوش والديودورون عيني حمرين بالما. صبح عليهم وبصوتو الحرش وجلسوا في الطبلة مجموعين ويا من حداه. بداو كيفطروا. الحاج اللي فطر هو يقول فطر داكشي علاش قد حتى صونا ليه التليفون ديالو بلي شي سلعاجات وهو ينوض استأذن منهم اصلا خاطرو من جهة ولدو ما صافياش وباقي احتاج حتى شي حاجه ما تكشفات. فؤاد اللي من بعد ما مشى الحاج كان كيشرب في قهوته وكيفطر معاهم. مالا الدواطاب اللي محطوط في داك الفطور اللي كيشهي مسمان وملاوي وحسال بغرير الزبده البلديه وزيت الزيتون واكتر حاجه كيعشقها فؤاد مع المسمن والبغرير. هز عيني في يامنة ولاحظ الجمال اللي بان على وجهها، واحد النور وواحد السر جاتو في شكل وعجباتو. كانت حداه وداير يدو على دقنو. حسن طق وسط منهم هو يقولوا بتقالة عطى لكل حرف حقه وبشوية نطق هو يقول كا لي كا بالروسية. أما يامنة فهزت راسها وعينيها خرجوا حيث فهماتو ولي ما لا وهي شفيرة بيناتهم. نهار تبوسوا أول بوسة ليهم كان تحت نغمات هاد الأغنية ديال كالينكا وهنا كانت شفيرة ومعناها أنه بغى يبوسها ويتغزل بيها وبلا ما يحسوا دوك المطنقين اللي معاهم. صهيب اللي انتقو قال شنو هي كالينكا خويا؟ فؤاد يهز في عينيه وهو على نفس الوضعية وقال كول كول واسكت. صهيب اللي دار عنده وقال كالينكا صاحبي. ناض من الطابلة وهو مشى طلع لبيتو لبس الايرماكس وهز التليفون بقشش فيه دارو في جيبو وخرج من ديك البيت. هبط من اللور وخرج من الفيلا مشى ثاني يدير لا مارش مسافة وهو غادي حتى صونا ليه التليفون وكان إلاف. مرحبا شفت الاتصال ديالك ياك لاباس؟ فؤاد اللي انطق وقال فين وصلتي في داك الشي؟ فين وصلتي مع هذاك؟ اعترف انه خدا السلاح من واحد الشخص اللي ما عرف منين هو وقال انه واحد اللي جرو على الطريق يمكن لا ديب ويب. فؤاد اللي انطق وقال سنجيو نعرف بطريقتي. إلاف لي انطق هو يقول بلا شك وبالذكاء ديالك وبهذا المجال اكيد غادي تعرف. قطع معاهم مشى كمل لا مارش ديالو ورجع دخل طلع للبيت نيشان وكيف دخل هز التليفون ارسل ليها ميساج باش انها تطلع لعندو. كان ديك الوقيته خرج بواه والدراري اللي خدمتهم وبقات غير هي وراويه ونوجود. شافت الميساج وهي تقول انا انا غادي نطلع الفوق وغنرجع. راويه اللي قالت ايوا تهلاي تهلاي. يا من اللي جمعت فمها بالضحكه وضحكات. نوجود اللي قالتي وفوتي عليك البنت اويلي سيري يا بنتي سيري. حضرات راسها ودارت خرجت من الصالون طلعت الفوق ومشات نيشان البيت ديالو. دقات دخلت وهي تلقاه دخل الدش ومشات جلست فوق الناموسيه. عاتم هو خارج لابس شورت كحل قصير جاي هز سويك صغير في يدو طحنا ويجرها نيشان. لاقى شفايفه مع شفايفه وهو يجلس حداها. غزالي هي اللي ابتسمت ليه وقالت اعطيني هذاك الساك. عارفه بلا ما نوريك ياك. قالت لي عقلت على كل شيء. عض على شفايفه ونطق مزيان. هو يمدلي هذاك السويك خداته من عنده حلاتو جبدت منه داكشي اللي غتحتاج واللي عقلات عليه. مدات يديها ولقاتو كيحيد في سبارادرا بالجهد وهي تحط يديها عليه. ما تحيداش بالجهد غادي يضرك. قبض يدها وباسها حيد يدو خلاها كيف هي خلاها تكلف. يلا حيديها انتي.
نطقات بتردد وقالت ولكن صافي واخا. مدات يديداتها بحال كترعد، حطاتها على نص لي حيدو وهي تجرها، وبشويه بشويه بقات مده بسيطه وهي معاها، حتى قدرات تحيدها. جمعاتها وزات قطن، دارت فيه بيتادين ومسحت ليه ديك الضربه، رشاتها بالدواء الاحمر اللي عنده على شكل البخاخ، ودارت فاسمه وسبارادرا. يامنا بفرحه نطقات وقالت صافي دابا مزيان. جمعات داكشي وناط باش تلوحو في الزبل، حتى غفلها يدو اللي دوراتها وجراتها وحتى فوق حجرو نيشان. وبالشرعه اللي ما فهماتش هي لقاتو كيفرق ليها رجليها وحطها قدامه، خشى وجهو في عنقه وكيبوس فيه، كيدوزو عليه وبراس لسانو حتى كترعد. رجع شاف فيها بشوفات تحذيريه، نطقه هو يقول ما قلتيش ليهم على هادشي ياك؟ جاوبت براسها بالنافي وقالت لا والله ما قلتها، انت وستي بيناتنا هادشي. رفع حاجبه وقال رجع باسه في فمها بوسه خفيفه وقال مزيان نبغيك ديما تسمعي ليا وما غادي يخصك خير معايا، تفهمنا؟ كيبرك بيدو على فخدها، يامنا اللي شدها من كتافه وهي ما شعراش، قالت لي تفهمنا. حيدها من فوق منه ورجعها حداه، بس لا حناكها بزوج وناض غادي يدخل الدريسينغ وهي توقفوا بصوتها. انا غادي نهبط لتحت نعاون ماما في الحلوى اللي كيصايبوا على ود امي وبا. غمض ليها عينيه بمعنى واخا غير سيري. دخل هو الدريسينغ وهي هبطت لتحت. وصلت العشيه وكل واحد كان ملهي في راسو، اما يامنا اللي هضرات مع زهور وقنعاتها وقالت ليها بلي والو جداك راه باغا تشوف السروال، ويامنا ما بغاتش، قالت لها راني ما عرفتش داكشي خليته تما. قالت لها والو راكي عارفه جداك كيفاش دايره. قطعت معاهم وهي تحضك التليفون وخرجت من البيت. خرجت مع لقاتو جاي لعندها حتى وقفات عند وجهه، شاف وجهها ماشي هو هذاك وهي تقول مالك. يامنا اللي كتلول بفعويناتها وقالت والو. صغر عينيه ورجع شاف فيها ونطق بصوت بحال لا كيقول لها بلا ما نعاود نسولك. يامنا ما كاين والو، غير كنت كنهضر مع صاحبتي ساره وخالتي زهور اللي قالت لك عليهم حيت جايه ميمه وباو كيوصيوني وبغيت نقول لك بلي ميمه قطع عليها الهضره. كيطلعها وكيهبطها، عاد انتبه لشنو لابسه. من الصباح دخلت لعندو لقاها جالسه وجلس حداها وناض وهي جالسه، ومشات بلا ما يشوفها. وفي الفطور كانت جالسه وما كانش فرصه باش يقشع داك السروال اللي كان مزير على سيقانها. نطق هو يقول شنو هادشي اللي لابسه؟ شفت في لباسها هو يبان لها السروال وهي تشوف سيقانها اللي مزيرين عليهم داك السروال وعازلهم. هزت في عويناتها وكترمش وقالت سروال. خنزر فيها وقال شنو قلت لك على هاد السراول هذا سروال والله الا سروال ماشي كولون والله. لبسيه في دارك ويكون فيها غير انا وياك، وهادشي اللي لابساه نهار كامل كتمشي وتجيبيه. حس براسو تشمت. يامنا اللي غير كتشوف فيه هز صبعو موجهو ليها وقال داير لك فوق من خاطرك ياك. هي الحاضره راسها ومشابكه يديها حتى طارت ونزلت من الغوطه اللي غوت. دابا غتدخلي وغتبدليه يلا. طارت ودخلت للبيت وباش تبدلو طارت من قدام ودخلت كتقفقف، بدلات السروال ولبست هي بيجامه طويله كاع في الازرق واسعه شويه، عاد خرجت هبطت لتحت. اما هو في هاد الاثناء فمشى وسط وجود باش تجيب ليه قهوه كحله وطفايه للطابله اللي في الجرده، ووصى كيف يجي يوسف وصهيبي يجيو لعندو، وصعيت لإلياس اللي مازال ما جاش على الوقت اللي قال ليه. ما هي الا دقائق حتى كانت قدامه ديك القهوه في بلاطو طفايه كيف ما طلب. كان لابس بيل سماطي شورت كحل، لابس كلاكيت ديال السبع وحاط رجل فوق فخدو والاخرى بطريقه رجوليه وشبابيه، كيحرك رجليه بعصبيه، مصغر عينيه كيفكر في المدى البعيد، سارح بخياله الغامض. حتى لشويه تمو جايين الدراري كانوا عاد دخلوهم ويسلموا على الدار كيف بلغهم، ومشاو لعندو حتى وقفوا عليه وبقى كيهضر معاهم. وحتى الياس ما جاش يومين هادي هو سهران وبالشراب، ملي جا عاوتاني سكران. اما فؤاد فهاد المره ما رحموش، جاب واحد القنبه وداه اللاصه اللي كيترينيو فيه وبقى عليه تما بالعصا العصا العصا،
وربطو بديك القنبة. اما يامنة اللي غير شافتهم وبدات كتغوت، لا هاول الحاج باش انه ما يجيش يشوفهم، مشات كتجري لعندو هو يقول سيري. ديك الغوته اللي غوت عليها مشات، غير فؤاد تلقو وهي تمشي تجري بغات انها تطمن عليه. داكشي اللي لاحظات صدق فعلا، بغات تطمن على فؤاد وعلى الجرحى اللي فيه. لاحظت نقطة ديال الدم في جنبو، ولكن ملي دخلت لقات جنبو كامل عامر دم وهو مجنن وكيهرس. نطقات وهي تقول جنبك جنبك. سالا وبغى يمشي حتى عنده حتى دار هو بالجهد. ما شافهاش فؤاد، وفي هاد اللحظة عينيه كانوا معميين لواحد درجة لي دوخاتو وسمكاتو. دار الدورة بالجهد وبغى انه يقبس حتى هز رجلو وهي تجيها نيشان وسط الكرش. لاحظها في الارض حتى تسمعات ديك الزداف ويديها اللي طاحت عليها وملوية، وتسمعات ديك الطراق. الحالة ديال فؤاد والاحساس ديالو بالشمتة ان واحد من زمام الامور اللي كان ماسكها واخا هو بعيد عليها فلتات ليه من بين يديه، ولو زاد شويه كان غادي يكون حاجه اخرى. حس بالشمتة واحساس في شكل سعرو بالمزيان حتى تجنن وما بقاش مديها في راسو وفي اللي دايرين بيه ولا اللي في جنبو ولا في العماره ديال دارو كيف ما كيقول. اللي ما كانش حاس براسو شنو كيدير حتى داز داكشي بحال البرق. وبالنسبه ليه ما شافش شنو كيضرب وفين كيضرب وشكون ضرب، غير كيشتات وكيهرس وما عرف انه غير يبرد غدايدو في التهراس وداك الشيء. حتى الشراب اللي كيهدنو هو اغلبيه ما كيشربش في دارهم بالذات. كانت حالته ماشي غير بركان وانفجارات، شي حاجه اللي بنادم مخو غيوقف عليها لدرجه ضرب اعز شخص عنده، الملاك ديالو. ضرب النور اللي في الطريق والبراءه اللي افتقداتها في حياته، ضربها وهو ماشي في هاد العالم. هز رجلو بدون شعور، بغى يضرب شي حاجة اللي جات قدامه، ولكن مع الأسف وقضاء الله جعلها هي تجي نيشان في طريقه. يامنة اللي غرجت هذيك الضربة في الكرش حتى تلاحت في الأرض، ويديها جات في الأرض وملوية، طلقها كله طاح عليها حتى تسمع ديك الطراق. نطقات غير ديك بالجهد. كانت هادي آخر حاجة تسمعات من فمها قبل ما تطيح وتفقد الوعي. وفي دقة واحدة، واش ألم اليد، واش الزوية، واش الحركة المفاجئة، واش الخلعة، ولا تا شي وحدة فيهم، الله هو اللي عالم. هاد اللقطة دازت على عينيه وهو الضبابة ما فاق غير هو مكوانسي وعينيه خارجين فيها. ما عرفش كيفاش وشنو وقع حتى لقاها قدامه طايحة، يديها ملوية تحت منها ورجليها وحدة مسرحة والتانية مطوية، راسها داير للجهة الاخرى وعيناتها مغمضين. هادشي كامل تفحصو قبل ما تبدا ترجع معاه تدريجيا، ويستوعب شنو دار. حس بالضربه اللي ضرب، حس بلي ضرب جسم رطيطب وماشي قد رجليه، حس بلي شي حاجه حيه كيان اللي تضربو برجليه. حط يدو على الجنب ديال الكوافوز ومتكي عليه، كيشوف فيها ويرجع راسو في راسو، يرجع انفاسو، كيسمع غير ديك الزن في راسو وفي دنيه اللي كيصغرو. اما الفم ديالو اللي تشلل، عقلو اللي بدا كيعطي اشارات بلي قتلها وهي ميته، وعقل كيقول ليه جري قلبها. اما العقل الاخر فكيقول ليه نوض طير بيها نيشان. انطق باسمها بين شفايفه بشويه وبصوت خفيف وبحروف متقطعه. انطق وقال يا 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 منى يا منى. الغضب اللي كان فيه تحول لخوف رهيب، اول مره يحس بيه في حياته. خوف في شكل جميع الافكار السيئه تصورت في باله، الشي اللي خلاه يفيق ويطير النيشه اللي عندها. كانت حدا الباب وتحنا عندها ويهز راسها ديرو بين درعانو عند صدرو محاوطها وهي لاويه. كيقيس في حناكها وانطق وقال يا منى يا منى يا منى يا منى، قلتلك سيري، علاش ما كتسمعيش؟ علاش يا منى يا منى؟ هبط لعند عنقها وخشى وجهه فيه، باسها وطلع لودنيها وانطق ليها فيها وقال غزالي. تخلطت ليه الروسية مع العربية. مويا يو بوش حبيبة ديالي عافاك. كان هزها بين يديه وهي ما جايبه للدنيا خبار، حاضنها بين درعانو، طلعها كتر وكيبوس في راسها وكيعيط سميتها كتر وكتر واكتر الاسماء اللي كيعيط ليها بيهم قالهم. تلفتات به الدنيا والارض،
بقى لاصق غير في بلاصتو، في بلاصه ما يديها يطير بيها، بقى غير حاضنها وخاشيها فيه. ما فيقو من هادشي كامل غير عينو اللي مشات نيشان ليديها، اللي جنابها ودايره بيهم ديك الحموريه، وبالضبط عند المعصم عينيه اللي خرجوا فيها. وهنا رجعت به الذاكره لديك الطريقه اللي سمع هو كيسحاب لي غير من داكشي اللي ضرب. حتى جاو كيجريو تابعين النجود اللي سمعت الغوات، وجات كتجري اما هما فكانوا خايفين يطلعوا لعندو. وصلت لعند الباب وهي تلقاه محلول، او خيال ديال الرجلين حداه، حتى وقف عليهم ولقاتهم في داك الوضع، هو خاشيها فيه وهي مغيبه ولاويه بين يديه. النجود اللي نطقات وقالت الله يا ربي الله يا ربي الله يا ربي، اشنو واقع؟ اش وقع ولدي؟ فؤاد اللي نطقو ما شافش فيها، باقي راسو مصدوم ما مستوعبش. اما يوسف اللي كيقفقف هو اللي خلاها انها فلتات من بين يديه. ما عرفوش يخاف على راسو حيت قال لي يديها من هنا وسير، ولا يخاف على يامنا، ولكن الخوف الاكبر كان هو على يامنا. فؤاد خويا يلا نديوها للكلينيك دغيا، يلا ها خويا. هز فيه عينيه ودار فيه واحد الشوفه ديال اللومه، ويوسف فهم انه منها عنده وما حافظش عليها. الشي اللي خلى يوسف يحضر عينيه وبأسف. واحد شويه حتى ناضو وينوضها بين يديه، حيدو من طريقه بصوت مبحوح، عينيه مخنزرين وحمرين. حيدو من هنا. راويه العين هذا زين بالدموع وقشعات يديها اللي تنفخات. خويا يديها ما عرفت مالها، يديها عافاك، يديها دغيا عافاك اخويا. نوجد نطقت قالت اويلي على بنتي، اويلي يا يمنا. اما صهيب اللي نطق وقال انا غادي نهبط نديماري الطوموبيل ونحليها الباب وندخلها. دخلها ومشى هبط. اش وقع ليها ولدي؟ هي مازال كتهدر، حتى غوت بحر رجهدو حتى قفزو كاملين. نطق وقالت حيدو عليا من هنا، حيدو من قدامو ودازو غادي بيها ويديه نيشان طاير. هبطها في الدروج وكيجري بيها، ويدي داتها اللي مضروبه كتمشي وكتجي في الخوا. دازو للاسف. الحاج كان في هاد اللحظه خارج من بيتو حيت سمع الغوات. فؤاد اللي كان وصل بحكم كان عند الباب ديال بيتو والبيت كان محلول. الحاج اللي نطقو قال اش وقع هنا؟ شاف يامنا اللي هزها بين درعانو، هو يقول يامنا اش وقع ليها؟ فؤاد اللي ما ردش ليه البال وما عرفوش واش كاين كاع. خرج بيها نيشان لبرا ولقى صهيب اللي حال ليه داك الباب اللوراني، غير ركبها ويتخشى حداها، دايرها فوق من حجرو مع النقها بين درعانو. دار صهيب البلاصه وما دارش لا سانتور دغيا كسيره، طار بيه باقصى سرعه للكلينيك. كان هو في هاد اللحظه ويامنا بين يديه، ما شافوش جنبو اللي كان كينزف، كان محوطها بواحد الطريقه اللي درقات ليه جنبو، حتى هو ما حارش فيه وبقى معاها ومعنقها. وصهيب اللي كان مكسيري باقصى سرعه حتى كتبان طوموبيل اللي كتهز مع الحفاري ودوك اللي دودان اللي في الطريق. وفي اللحظه يوسف راويه ونجود طاروا مشاو انهم يلبسوا اللي كان باش انهم يسبعوهم غاديين، والدمعه اللي ما حبساتش من عينيهم، وخاصه ملي شافوهم في داك المنظر اللي كيقطع القلب، منظر اللي في شكل ولو كنتي حجره غتبكي. والخوف اللي شافوه في عينين فؤاد واخا كانوا نظراته قاسين الا انهم كانوا كيبينوا خوف كبير وحزن. اول مره يشوفوا هاد النظره في عينيه. هبط يوسف هو الاول وكيتسناهم حتى تمو جايين كيجريو، بغاو انهم يمشيو حتى وقفهم صوت الحاج. نطق هو يقول شنو واقع؟ مالها يمنا؟ نوجد اللي قالت الحاج والو، غير طاحت على يديها ودوها الدراري للكلينيك يشوفوها ليها. هو اللي نطق بحزن وصوته فيه نبره حزينه وقال ضربها فؤاد ياك؟ الحاجه ضربها؟ نوجود اللي تفزعات وقالت لا يا ويلي. يوسف نطق وقال لا الوالد ما ضربهاش، كون ضربها بغيتي تلقاها هزها وانت راك عارفو الا فرشخ شي حد راه ما يعقلش عليه واش مضروب ولا ميت. الحاج اللي بعد من التصديق نطق وقال ديوني معاكم. بابا حبيبي غير بقى انا غادي نعيط لك في التليفون. الحاج اللي غوت حتى كان غادي يطيح وكان غادي يشدو يوسف نطق وقال قلت لكم ديوني معاكم. مشى صهيب طاير للسبيطار وما يقدرش انه ينقص، كل ما لقى الفرصه يزيد في السرعه كيزيد. عارف فؤاد غادي يجندخو ولا يغوت ولا يعرعر عليه باش يزيد في السرعه.
فهو من الخوف هنا راسو. ليلة تاني واحدة أخرى في الجحيم مع فؤاد. ليلة أخرى فيها زوج ديال الناس وصلتهم النوبة، وها هما وصلت ليلتهم. يوسف اللي قبل ما يمشي ومشى بالعاني جيت الملحق، طلع على إلياس ولقاه مكمش بين رجليه وعريان. تأكد أنه هكا فايق وخا مشخشخ. مشى بجرى الطوموبيل وركبوا ديمارة في اتجاه الكلينيك باش يلحقوا عليهم. فران صهيب بالجهد حتى سمع الفران وداروا الناس. كان صهيب معيط ليهم كيف وصل ولقاهم واقفين بالنقالة وكيتسناوهم. غير وقف خرج وحل فؤاد الباب بالزربة، خرجها ويحطها ليهم فوق داك النقال طاروا بيها. شرح لهم صهيب شنو وقع ليديها اللي كانت تنفخات بزاف، ودخلوها المستعجلات. وبعد شويه تمو جايين كاملين ومعاهم الحاج. كي وصلوا لقاو فؤاد اللي واقف ومتكي على الباب، صدروا لي منفوخ نوجد لي غوتات حيت شاف الدم اللي في جنبه. بقات هي تقول ولدي واش هادشي ديال يمنا؟ هز يدو بمعنى سكتي، وكان على اعصابه حتى هو. يوسف اللي شاف فيه وقال خويا واش مضروب لجنبك؟ دخل عندهم المستعجلات. هز عينو في يوسف وشاف فيه بواحد النظره ديال الشر ديال غتلزم فمك. نعل الشيطان وهو يمشي حاز عليهم. وبعد شويه، بعد مده تقريبا اكثر من ساعه وهما على اعصابهم، حسا خرج الطبيب اللي كان مكلف. فؤاد اللي كيسمعو خارج وهو يطار لعنده كيشوف فيه باش انه ينطق. الطبيب اللي ينطق وقال شنو وقع بالضبط؟ فؤاد اللي خنزر فيه وقال شنو هي حالتها؟ قال لي غير سولت، حيت فاش فقط شدات كرشها ويديها وكتبكي بالالم اللي فيها. درنا ليها سكانير هكا شامل، ما عندها والو. لو جالي في كرشها نتيجة على الضربة ما وقع فيها باس، جات سليمة، ولكن يديها اليمنية فيها كسر. درنا ليها الجبيرة وغادي تبقى مدة ديال شهر عاد ترجع لعندنا. على سولت شنو وقع، حيت عرفنا انها تعرضت للضرب على مستوى البطن ديالها، وقلنا ممكن انه يكون شي حد اللي ضربها. سولتها وقالت لي طاحت، ولكن ما بقاتش جاوبات حيت غلب عليها المنوم اللي درنا ليها. الحاج اللي غمض عينيه وهبطت ليه ديك الدمعه اللي كانت رقيقه، مسحها دغيا ورجع كيستغفر وكيذكر في الله. نوجود اللي نطقات وقالت فين هي دابا؟ قال لها راه كيطلعوها الغرفه اللي في الجناح الثاني، الغرفه الثانيه على يدك اليمنى. هي راه ناعسه دابا وما تفيق حتى الصباح. نعسناها غير باش ما تحسش بالصداع ديال يديها. دار شاف في جنب فؤاد اللي كان عامر وهو يقول سي فؤاد جنبك راه مضروب، اجي معايا باش نشوفو ليك. فؤاد اللي ما جاوبوش وكان حاضر راسو حجبانو معقودين كيفكر هو مخنزر، حاضر راسو مزير على القبضه ديال يدو. شاف الطبيب تاعيا ومني ما جاوبوش هز عينو هو يغمز يوسف باش يحاول معاه ويدخل حتى هو لخدمته. نوجود وراويه اللي طاروا مشاو طلعوا للفوق وما داوهاش في جنبو، عند بالهم غير مضروب حيت شي حاجه خفيفه من داك التهراس وصافي، يقدر يكون جرح. وملي واقف اذا راه بخير، وخصوصا ما كانش عنده شي نزيف قوي. نوجود وهي غاديه غمزات يوسف باش يقنعوا يوسف يبقى مع الحاج اللي حتى هو بقى واقف. شحال هما واقفين وصهيب تا هو معاهم. فؤاد اللي كان حاضر راسو وشفايفو خدام كيعضعض فيهم، ويبقى شحال هو كارز عليهم، عقلو خدام وكيفكر. حتى نطق الحاج جمله اللي خلاتو يحبس على الحركه. نطق الحاج وهو يقول انا السبب ديال هادشي كامل انا. فؤاد اللي هز فيه عينيه مخنزر يلا بغى يهضر الحاج وهو يهز يدو بمعنى حبس. بقى كيشوف فيه ويشوف، دار صبعو على فمو شويه حتى تقاد وقف. فؤاد اللي شير لصهيب وقال لي اشاره باش انه يعطيه الكونتاكت، جبدو من جيبو عطاه ليه. رجع شاف باه بواحد النظره، ضرب الدوره وزادو خلاهم واقفين بثلاثه. يوسف اللي نطق وقال الوالد يلا نطلعوا نشوفوها. الحاج اللي قال لا حول ولا قوه الا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل في اللي ظالم. حضر راسو ومشى مع يوسف وصهيب وطلعوا عندها. اما هو فمشى من حداهم وخرج من تما، شد الكونتاك اللي كان عطاه يوسف صهيب وحل الطوموبيل من بعد ما ركب فيها ويكسيري. تسمع صوت الرويده اللي سحكات في الارض، ودارت الخطوطه بالدخان كسيره باقصى سرعه. الوجهه هو اللي محددها وعارف الفين. في هاد الاثناء هما طلعوا لعندها باش انهم يطمنوا عليها. كانت ناعسه والحاج لباس ليها راسها
وهو يمشي جلس وحابس الدمعة ديالو باش ما تهبطش. حضر راسو هو ينطق وقال: انا السبب، انا السبب في هادشي كامل، انا اللي جبتها ولحتها بين يديه حتى دار ليها بحال هكا. الذنوب هاد لي تيما على رقبتي، على رقبتي انا. يوسف اللي قال الوالد: اش كتقول الوالد؟ شكون اللي دار ليها هكا ولا ضربها باش غادي يجيبها بهاد الطريقه؟ والله الوالد الا حار فيها والله عارفه حتى فين كاينه. صهيب اللي نطق وقال: تعقل نهار شلخ الدنيا وجا عندنا واش عقل علينا حتى فين كاينين ولا لا؟ راه المشكل ماشي هنا، المشكل انه بلا مشى وبلا رجع لتما، ولا حتى سمحوا لي على تفليقه. الحاج اللي نطق وقال: ايوا وشنو وقع عليها؟ فين هو ملي ماشي هو؟ فين هو؟ نتقاس وقال: دابا يجي راك عارفو كيبغي يكون بوحدو، غير يكون مشى غير يشوف جنبو. الحاج اللي قال: شنو واقع لهاد الشي كامله؟ علاش اش واقع في الدار؟ كلكم كنتو كتجاراو، سمعت الغوته ديالو هو، علاش غوت؟ يوسف اللي نطق وقال: خاصو يكذب وما يقدرش انه يجبد الياس حيت هادي غادي غير تكمل عليهم. نطق وقال: يهديك الله، راه غوت ملي شافها طايحه ومضروبه، غوت علينا باش نحيدو من الطريق. الحاج اللي بقى ساكت شحال وهو يقول: خاطري، خاطري ما مهنينيش، ما مهنينيش، وخاصني ندير الحل لهاد اليتيمه ومسؤوليتها على رقبتي هي وذنوبها. باها جاي، خويا وجداها شنو غنقول لهم؟ ها واش هذه هي الامانه اللي خلاو عندي؟ صهيب اللي قال الوالد: الله يهديك، والله اش غادي تقدر تامنها على قضاء الله؟ راه ربي مكتب هادشي الوالد، مكتاب، وبلا ما دير بحال هكا مكتاب انها تطيح وتهرس. شنو واش غنتعاندو مع الله الحاج؟ اويلي حتى انت بغيتي نتعصب ويطلع لي الدم ونسخف لكم والناس حدا الفجله؟ الحاج اللي جاب لي الضحكه هو يقول: الله يمسخك، سير بالساع مني. صهيب اللي باس ليه راسو وقال: مني ضحكتي، هاني 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 بالساع. تحازو وقرب حدا يوسف اللي مشى حدا الباب ومسكي، او غير كيشوف فيهم. اما عند فؤاد اللي مشى بعيد حتى خرج على المدينه، شد الطريق اللي كانت غاديه لافران، وصل لواحد التله اللي كانت عاليه، دور السياره هو يوقف فيها. او دوك الضواو والمنظر اللي كان كيهبل، ركن ديك الطوموبيل وهو يخرج منها، وقف عليها ومقابل مع ديك التله، جبد السيجاره ديالو من الباكيه وشعلها، تقابل معاها وسرح بالتفكير ديالو، حس بقلبه مزير على كاتيوشا ديالو كيكمي والدخان مغطي وجهه. او جنبو اللي ما داهاش فيه الحريق حتى هو، وحالف ما يداويه، فيه واحد الوخز وحالف ما يقرب ولا يعالجو. بقى ما يقارب لساعتين وزياده وهو غير كيكمي، يكمي ويفكر فيها، يفكر غير فيها وشنو واقع عليها، يفكر ويفكر، وعينيه اللي ما كيبشروش بالخير. في الاخير حتى قرب يصبح الحال وهو واقف في داك البرد وفي ديك الوقيته، وهو كيف بقى بحوايجو لي عامرين. من جنبو كانت واحد البقعه في جنبو، العرق اللي هابط من وجهه. وفي الاخير قلب الدوره ومشى دار جهه السياره وركب وزاد. كانت هي ناعسه بداك المهدئ اللي عطاوها، وبدا كيحيد منها تدريجيا. بداو عينيها كيتحركوا وكترمش فيهم حتى بدات كتحل فيهم. كانت لقيت علين يصبح الحال، واحد شويه حتى حلات عينيها نيشان في السقف. بدات كتحرك وهي تحس بشويه ديال الالم في يديها وشي حاجه متقلاها. شافت فيها وهي تلقاها الجبيره هازينها ليها بواحد الباندا ديالها. يا ملي تفكرات شنو وقع ولقات راسها غير بوحدها، طاح عليها الضيم والدنيا والدين طاح عليها. ولفات تلقى عند راسها شي حد ولا فؤاد اللي طاح في بالها، وتفكرات جنبو اللي لقاسو فيه الدم وبدات كتنين: فؤاد فؤاد فؤاد. وداك الالم ديال الهرسه واحد شويه حتى تحل داك الباب، وهي تهز عينيها اللي عامرين بالدموع. شافت شكون اللي دخل، غير تشعل الضو، نطقات بصوت ضعيف وحنين وقالت: فؤاد. كان عاد وصل كيف العاده وما كيبغيش يكون مع شي حد، كيبغي يصلح ويعتذر بلا حس، ويحس بالغلط ديالو غير بالفن وبلا ما يطيح بالهبه ديالو. دخل هو مازال بدوك الحوايج عرقان وحس براسو عيان. في ديك اللحظه ما بغاش يتداوى حتى يشوفها ويطمن عليها، واللي قلبه ما هنا عليها. مشات لحدها ويطحنا، هبط الشفيفاسه وحط عليهم دياولو واحد المده شحال وهو غير هكاك، حتى سمع انينها وتنخسيسها كيبان مصدرها اللي كيطلع وكيهبط.
بس ليها جبهتها وحط يدو على حناكه وجمعهم وقرب لوجهها عنده. نطق بصوت خفيف وقال شويه. يا عمري جاوبات براسها وقالت شافت العرق اللي في جبهته اللي كان هابط، وبدا الصداع كيطلع معاه نيت عاقد حجبانو. فؤاد جنبك علاش ما داويتيش؟ انفخ من فمه ويباسها في حنكها وشاف ليها في عينيها وقال اللي دراتك دراتني، بري ليا وديك الساعه غنبر عليك. يا من اللي قالت انا اللي ما سمعتش ليك، ولكن كنت خايفه على جنبك حيت بان لي الدم. كنت سمعت ليك ما يوقعش هكا، يعني انا اللي جبتها في راسي. شش. انا اللي ما مزيانش عمار الداري، انا اللي ما مزيانش. لا لا، انت قلتيها لي وما سمعتش. كانت كتقولها ليا ميمه الا شفتي باك معصب لي ساعه بخرى، وما عمرك ما تحديه الا تعصب ويقدر يغلط معاك، وتا واحد ما معصوم من الغلط. ولكن انا كنت ديما كنمشي عنده واخا معصب وحتى كينهض فيا، كيتقلق وشحال من مره بكى حيت نهض فيا، وانا اللي كنت السبب حيت جيتو فوقيته اللي ما هياش. فؤاد وهي كتعاود ليه هو كيشوف فيها وحاضيها شنو كتقول، كيفاش ولات متعلقه به وكتبغيه لدرجه انها كتغطي على العيوب ديالو. جلس حداها ويجرها حتى فوق كرشو، حاوطها بدرعانو وقال شش نوقع بس دابا غير ارتاحي وديها في صحتك والباقي ماشي مهم. ولكن جنبك سير داويه، هاندا في الكلينيك هبط عندهم يشوفوه ليك عافاك. واخا انا دابا غنهبط، انا لاباس والله ما فيا شي حاجه، غير هبط وطلع تسكا ترتاح. فؤاد اللي نطقه ويقول يا منى. نعم. كحازها وينات الدار وهبط طاني برجليهم قابل معاها، شد ليها في يديها وباسها من كفها بوسات متقطعه وكيبوس وكيشوف فيها. قبل سمعيني شنو غنقول لك. نتقاسو هي تقول كنسمعك. اولا بغيتك ترتاحي ياك، ارتاحي وبقي حتى تشوفي داركم وشبعي منهم. بقاي شحال ما بقاو معاك وشحال ما بغيتي، شهر شهرين حتى تبراي. وعلاش انت فين غادي؟ دلات شفيفاتها بحزن، شد يديها ومزير عليها بيدو، واليد الاخرى كيدوزها على شعرها وحناكها. غادي نرجع يا منى وغادي نرجع. مازال كيهدر حتى حس بها فلتات يديها من يدو، ناضت لاحت عليه وعنقاتو حتى مشى وجا، خشات وجهها في عنقو مزيره عليه بيديها، اليد الاخرى معلقه عليها ومكمشه فيه ما بغاتش تطلق منه. نتقاسو قالت لا 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 لا، انا غنمشي معاك عافاك غنمشي معاك. فؤاد لاقد حجبانو قهراتو وهو يقول يا منى. هي اللي كتنفي براسها وطلعات وهدرت ليه في ودنو بصوت اللي كان حنين وصغيور وقالت وانا المنى تخليني. هو اللي حس بالتبوريشه بديك الهضره اللي نطقات وبديك الطريقه باش نطقاتها، حس بها ما عندها حد من غيره فعلا، ما دايم ليها غير رجلها، واللي كان بالمعامله ديال فؤاد ومواصفات فؤاد، قلب فؤاد، حنان فؤاد واحساسه من جهتها. كيف نهار غادي نحس، نهار قالت ليه غنمشي في حالي وقال ليها هو نفس الكلمه، وانا لمن غتخليني حتى هي دابا بدلاتو نفس الكلمه. جرها من عنقها وزاد قربها لي حتى قرب فمها لفمو اللي حلو وخشى فيه بقبله، جر ليها دياولها كل وحده بوحدها كيتلدد بيهم. غمضوا عينيهم بزوج بيهم وعاشوا هذيك اللحظه وبيناتهم وهما شادين في يدين بعضهم، انفاسهم اللي كتسمع او بالاحرى النفس ديالو هو وهو كيتقاتل مع البوسه من شفايفها رطبين اللي كيهبلوه كيجهلوه حتى كيزيد في الوتيره. شفايفهم سخنوا بهذيك البوسه اللي طولات ومازال مسق ما مشتاق وباغي انه يبقى يبوس. هو اللي كيلعب بكل شفه بفمه وكيزيد يجرها لعنده، باغي انه يديها معاه تحست بفمها نمن عليها ويدو لي ورا عنقاه وكيدوز عليه بسبعانو وبحركات دائريه وكيزيد يقربها ليه. او ما عايش باغي يبقى، باغي يبقى غير معاها وصافي، يبقى غير يبوس فيها. بطل عنقها وخلاها باش انها ترتاح وتاخد النفس، ترجع فمها لطبيعته من بعد ما حست انه تنمل وبديك الجره الرهيبه اللي جرو. كيبوس في عنقها حساوه وكيطولها شحال وكيستنشق ريحتها الدافيه، خاصه بالنسبه ليه فصلها وعد شفتها السفليه بشويه
رجع باسها وبقى حاط فمو على ديالها وكيهضر. كان في نيته انه يخليها ترتاح ويرجع، لانه ما حدو في دارهم ماشي مشكل كبير، وجو باقي مشحون. كان ناوي يخليها تشوف دارهم ويرجع يديها لعندو لدارهم هي وياه، ولا ما فيهاش مشاكل وديما بجنبه. ولكن بهاد الهضرة خلاتو انه يقرر عمرو ما يبعد عليها ولو نهار واحد. كيف عادتو نطق بكلام اللي ديما مغزاه كبير، واخا قليل الكلام، واخا كيف ما كيقول هو كلامه ما قل ودل. ما كيبغيش كترة الهضرة وما كيبغيش كترة اللغة. نطق هو يقول من غنخليك ليا نور عينيا، غنخليك ليا. عنقاتو عيناق اللي قوي ودافي، كتأكد ليه بلي ما عمرو غادي يخليها ولا يزيد يتخلى عليها. وبهاد العناق تأكد من انها ما تقدرش تخليه وما تقدرش تبعد من جنبه، حيث هو ولا هو الامان بالنسبه ليها، وهي الوحيده اللي قدرات انها تشوف فيه الجانب الزوين والمميز. يمكن معاها هي، وهي الوحيده اللي تعامل معاها، ماشي غير مرتو وانما بنته. هي الوحيده اللي خصص ليها حضن ديالها وبوحدها وترمى فيه وقت الشده والفرح والحزن وحتى المرض. ولو ما مزيانش هادشي وما عاشتش فيه، ما ميزاتش هادشي وما عاشتش فيه، كان ممكن تبعد وممكن يكون شي حاجه اخرى عكس اللي وقع دابا. حاضنها وضامها ضمه قويه ومحاوطها وخاشيها فيه. شحال وهما معانقين من بعد واحد القبله اللي طويله بيناتهم، حتى حست بفمها تنمل طلب الشرع، ولا يقول لها كون غير سكتي، ولا شديتيني مثلا يطلقني. يا من اللي بقى معنقها ولكن شويه بدات كتحس بيديها اللي كتزيد توجعها، حيت مضغوط عليها وما حسش، نسى راسها ونسات راسو فاش عنقاتو. فؤاد اللي غير سمع انينها وفصل داك العناق وكيشوف فيها بعيون متفسحه لشنو واقع عليها، نطق وقال مالك؟ غير يديا وجعاتني. تكها في بلاصتها وغطاها وقال يلا ارتاحي. باسها في راسها وفما بوسه خفيفه وضرب الدوره غادي خارج حتى نتقاسو. هي تقول غترجع، جاوبها براسو بمعنى دار خرج من الغرفه وخلاها رجعت تكات، شاده يديها واليد الاخرى كتحك فوق من ديك الباندا على وعاسه تخفف من الالم. اما هو في كيفاش خرج من تما، دخل الاسانسور ركب الرقم ديال ليطاج ديال المستعجلات وهبط نيشان. اول حاجه بلغ الطبيب ديال العظم اللي دار ليها الجبيره باش يرسل الفرمليه تعطيها مهدئ ولا يديها هكا باش تخفف ليها داك الصداع. وهو دخل من بعد ما وراهم الضربه اللي نزفات ليه باش يعالجوها ليه ويشوفوا شنو واقع، لان العرق زاد كيهبط ليه. واخا صنديدو صابر ولكن زاد دراتو. الطبيب اللي كيقلب في دوك الغرزات وقال سي فؤاد هاد الضربه راه فتحت ليها الغرزات، واخا بداو كيبراو ولكن ظهر ليا فرصتي بزاف على راسك. فؤاد اللي شير ليه باش زعما المعنى من هاد الشيء، حرارتك كترتفع السي فؤاد حيت عندك التهاب وماشي سهل، عندك حتى لداخل. غادي نديرو اللازم ولكن السي فؤاد الشرط خاصك انك تبقى هنا معنا شي يومين تحت المراقبه المستمره وتحت عينيا انا شخصيا. فؤاد اللي عقد هكا الغباشه ديالو وشاف فيه، نطق هو يقول لا بلاش غير دير خدمتك. الطبيب اللي قال اللي بغيتي ولكن خاص لي يقابلك، عندي اللي يقابلني غير طلقني. دار خنزل فيه هاد المره غادي ينطح مو يصدق الطبيب خاصو اللي يراقبو. هادشي ماشي شي حاجه جديده على فؤاد، من ديما ما كيتسوقش لصحته، ما عندوش اهميه ليها في حياته، حياته المافيوزيه اللي عامره غير بهاد الشيء، على ان حياته ماشي ديالو. حتى دخلت يامنه لحياته حس براسو مسؤول عليها اكثر من راسو، وعلاش لا وهي عمارة دارو اللي في راسو واللي قال ليها ليه راسو غيديرها، واخا طير للسما وتنزل ولا ترجع. رفض قاطع انه ينعس في الكلينيك حتى تحت المراقبه ديالهم. ما لقى طبيب حتى حل من غير انه يلبي ليه شنو قال ليه، ولا غادي يخلط ليه الملامح ديالو. قد ليه داكشي او قاد ليه جرحه من الداخل ومن برا. الطبيب اللي انطق وقال
غادي نضرب لك واحد ليبره في السيروم باش تهبط لك الحراره وتستقر لك وتسنى يحيد ديك السيروم وتقدر تمشي. فؤاد اللي نطق وقال غادي نطلع عند المراه ديالي الفوق. الطبيب اللي قال ها ولكن اضرب ليه واحد خنزيره ديال غادي تزيد تقول شي حاجه اخرى غادي نوريك. نطق وقال شنو كاين. الطبيب اللي قال لا واخا. ناض من فوق الباياس وطلع الفوق في الاسانسور بشويه شاد في جنبه. كانت متكيه وداها النعاس بالمهدئ اللي عطاوها باش يخفف عليها الصداع. صباح اللي جديد وباحداث اللي جديده من جديد. وكانت السماء اللي عاطيه اللون ما بين الازرق والاسود. كانت قريبه الشمس تطلع. في يدو سيروم من بعد ما ضربوا ليه ديك الشوكه باش تهبط الحراره ديالو. تكا في داك السرير حتى السرير ديالها هي اللي كانت ناعسه وما جايبه للدنيا اخبار. بدا كيكمل ليه داك السيروم وكان حال لعينيه حسب ليه السيروم اللي بدا كيخوى. برك على داك القرص باش تجي عنده الفرمليه هنا. كان جالس عنده بالزربه شير ليها بيدو باش تحيد ليه داك السيروم. نتخاس وقالت ولكن راه باقي شويه ويكمل. شاف فيها وقال غير حيديه. مشات حيداتو ليه بشويه. حيداتو من تما وخرجات. هو دور وجهه جيسه وكانت ناعسه. بقى حاضيها من تعب ديال المرض والسخانه. غفلاتو عين وغفا حتى هو. تصبح الصباح وضرباتو الفيقة على صوت نوجود اللي كانت كتهضر مع يامنة غير بشويه وبلا حس باش انه ما يفيقش. ولكن هيهات دور راسو جيسها وعينيه مجمدين ومجبدين بالنعاس وحجبانو معقودين. حسا حنحن وهو يقول نوجود ويامنة اللي دارو جهتو. نوجود اللي قالت ولدي صباح الخير. فؤاد اللي جاوبها براسو وعينيه مشات ليامنة شويه. كانت كتعاونها نوجود في الفطور حيت مهرسه في اليومنا وصعيب عليها باش تاكل. نتقات وقالت الحمد لله. وانت نوجود اللي قالت كي بقيتي شويه واش وقع جنبك ولدي. غمض عينيه وعض على شفايفو وشد في جنبو حتى قدر يتقعد شويه. هز يدو بالنافي وهو يقول ماشي شي حاجه ما ديريش في بالك. الله وليدي علاه ما ندير في بالي على نطر خير عندي يا ولدي. شاف في يمنا ورجع شاف نوجود وقال كاين مغلى مني الوالده. عرفة تقصد يامنة وهنا زادت تأكدات من حبه ليها وأنه وقع وبدون قصد منه. ضحكات وهي تقول اي والله يخليه لك ولدي والله يخليك ليه. يامن اللي حضرت عينيها وهي كتبتسم وحناكها ولاو في اللون الأحمر اللي كيظهر عليهم فور ما كتحس بالمعاني ودوك ديال الغزل ديالو الغير مباشر عليها. من بعد شويه خرجت نوجود باش توصي ليه يطلعوا ليهم الفطور وصعيت لراويه باش تعرف فين وصلات هي والحاج اللي جايبهم صهيب ويشوف باش انه يطلع ليها. خلاتهم الفوق. اما فؤاد اللي ناض من بلاصتو وبشويه هو شاد في جنبه. فين غادي؟ بقى ترتاح غادي يرجع يدرك جنبك تاني. نطق هو يقول لا ما كاين باس ماشي مشكل. توجه بشويه ناحيتها حتى جلس جنبها. قربها ليه حتى كحزات حداه وحنا كبداو كيتوردو. دوي ورات عليها وقرب راسو لعندو. خطف واحد البوسه حنينه. هو يقول باقي فيك صداع؟ اها لا اعطوني الدواء واعطوني دواء اخر نتبعوه. مزيان. ايوا تبعيه وانا غادي نراقبك واش كتشربيه في وقته ولا لا. يا من اللي قالت واخا. حط يدو على كريشته وعنكش عليها وقال كتضرك على حساب الزويه اللي اعطاها مسكين. يا من تقاسي تقول لا كانت البارح فاش فقت عندهم لتحت دراتني ولكن دغيا عطاوني الدواء واليوم ما دراتنيش. ايوا مزيان غزالي مزيان. هز ليها راسها وقابل وجهها معاه وقال يا منى اسمعيني مزيان اللي غادي نقول لك. انتيا عرفتيني كيفاش داير ياك وعرفتيني في الوقيته اللي شفتيني فيها مع الصبح البارح. ما تقربيش لجيتي. انا خايبه بزاف وما كنبغيش الضد. ما كنبغيش اللي يحاديني وانا في داك الوضع. واللي مهم انك ما ديريش شي حاجه كتعصبني. غنقولها ونعاودها ما يخصك معايا خير. يا من نتقص وقالت واخا. واخا نسولك شنو؟ الياس غادي ما خلاهاش تكمل وهو يضرب خنزير وعقد غباشته وبدا كيتعصب. ما تجبديش يا يمنى داك السوق خليه بعيد عليك. راكي شفتي شنو وقع وعاد مازال كنوصيك.
غير بقى فيا الحال وهي تحضر راسها. نطق هو يقول ويجيو داركم غدا. نطقات بحزن وقالت غيجيو. ايوا حيت مزيان، حيت هرست امي ما كتموت الا طحت ولا تجرحت، وكتقول لي هكا عوينه عندي ولا تجرحت نجرحت انا. نطق هو يقول يا منى داركم غادي يجيو ويشوفوهم، شوفيهم. كنت غادي نخليك تبقاي معاهم على راحتك وترتاحي، حتى شي ليها بسبعو اللي يديها لي مهرسه وقال تتحيدي هاد الباندا من يديك، وحيت خاصني نرجع في هاد اليومين يا منى. نتقاس وقالت ولكن انت راك مريض كيف غادي دير؟ تقاد في الجلسه هو يقول يا منى دار لعندها وقبت لها حناكها بيديه وبزوج وتقابل مع عينيها كيشوف فيها رغم انها صغر سنها، رغم الفارق اللي بيناتهم الا انها كبر من عمرها. اي حاجه قالها ليها كتفهمها، قاده بمسؤوليتها، ومرا اللي هو لقى فيها انه يعول عليها في كل شيء وحتى في حياته الخاصه. حتى في حياته الخاصه قادر يعول عليها، وحتى المشاكل ديالو كيحاول ما امكن انه يشاركها فيهم، ولكن بعض الاسرار ما كتقالش. وخا هكا كيحاول يشاركها كل شيء، كيحاول كل شيء يكون معاها شويه بشويه، وحتى كيلقى انها دغيا انسجمات وتماشات مع الوضع. تربيتها تربيه زوينه، تربيه اللي تربات على الصبر وتحمل المسؤوليه، وهذه من احد الاسباب اللي خلاته يزيد يعشقها. هو اللي قابت وجهه بين يديه ومقابلها معاه كيشوف عويناتها الخضرين اللي كيسحروه. خدمتي ما كتبغيش الرحمه وحتى في المرض نغفل عليهم يديروا ما بغاو. في خدمتي ما كايناش الرحمه، وهذا الشيء بديتي كتعرفيه ياك وانتي معايا لهيه. هذا الشيء علاش جيت باش نديك معايا، ولو كنتي قلتي لي بلي داركم جايين كنت ما غاديش نجي حتى تشوفيهم وغنجي نجيبك، ومن هانيت نهضر مع باك. يا منين بقات وقالت واخا تبقى يومين ونمشي معاك، ما نقدرش نخليك وانت مريض. بهاد الهضره كيبغي انه يمغطها تما ومراعي غير لحالته واللي يديها اكتر. بس فمها بوسات متقطعه وقال وانا عمرني ما غنخليك، هضرتي هضره ديال الرجال. ابتسمت بخجل وحضر عويناتها وقالت شويه ورجعت نطقات وعلاش بغيتي تهضر مع با؟ رفع حجبانو بواحد الطريقه اللي فشكل، واخا هكاك الابتسامه ما كايناش. نطق وقال شنو ما نطربش على نسيبي الغزاله؟ ابقى معاها في نفس السرير لحظات وهما كيهضروا، ولا يقول شي كلمه بسيطه كتفرق في حوايجها، كتغرق في حوايجها. الشوق تاني قتلو من جيتها، ولكن ربي ما مكتبش، ديما كتخرجي شي حاجه من الجنب وعمرو ما قدر يشبع منها. ضروري ما تجي شي حاجه اللي تخليه تاني يبعد عليها. ها هو مسمن على عسل، ها هي مزيانه لحد الان، ولكن واش القدر غيبقى ديما في صفهم؟ واش غيبقاو ديما هكا سمن وعسل؟ ما حدناش عايشين في هالدنيا ودايرين بينا الحساد، دايرين بينا اللي في قلوبهم الحقد والغل. ضروري ما تلقى هادشي في هالدنيا. ما عمرنا ما لقاو راحتنا، وما عمر الفرح والسعاده تبقى مستمره في حياتنا ديما. ولحد الان الكوبل ديالنا البسيط في العشق ديالو واللي عنده معنى كبير، وعشق نقولوا عليه شبه كاين وشبه ما كاينش، حيت ماشي كلشي في الزهر يامنا، وماشي كلشي حسن من يامنا. راه ماشي كلشي زهرو مكفس على يامنا. الدنيا واخا صغيره ولكنها بحر، بحر وجامع كلشي، وما عارفينش الناس شنو عايش وفاش عايش، كيفاش عايش وشنو مكتب عليها. كاينين حاجات حنا كيجيونا غراب ولكن هما عندهم عادي، في نفس الوقت حياتنا العاديه عمرها غريبه عليهم. كاينين الفقراء وكاينين الاغنياء، كاينين اللي مسك عليهم الله وكاينين اللي عايشين فوت كيف ما كنقولوا في الرفاهيه والفلوس، وما لاقي ما يشري بيها. وكاين اللي شاري سفن، وكاين اللي شاري طيارات، وكاين اللي شاري العجب ديال الدنيا والدين، واللي احنا طبعا ما غاديش نشوفوه، ولو نبحثوا غنلقاو ما اغنى منهم وما اغنى واغنى. ولكن حاجه وحده اللي كان امنوا بيها، وهي الغني هو الله. كلهم غيموتوا وغيبقى الله هو الدايم. وكيف كنقولوا احنا في المغرب الدايم غير الله.
شويه جابوا ليه الفطور، كلا ليه غير على قدو صافي، طلب قهوه كحله وبزز منهم، ما يقدرش يقولوا ليه لا. والصاله باكيه ديال الكارو جابوها ليه وناض. نوجد لي قالت فين غادي يا ولدي؟ ولاش هذاك الكارو راه ممنوع هنا وممنوع على صحتك. هو اللي ما كيشوفش فيها وقال غادي نخرج على برا. مشى وخلاها غير كتشوف فيه، حتى شويه دخلت راويه ويوسف وصهيب ومعاهم الحاج اللي طمنوا على يامنا. حتى كمل السيجاره ديالو اللي كما حدا داك السرجم هو يدخل عليهم. لقى الحاج اللي جمع الضحكه كيشوف فيه بنظره عتاب واحساس مخلط. واخا هكاك سول فيه، نطق وقال صباح الخير ولدي، كي صبحتي؟ فؤاد اللي نطق وقال مزيان الوالد مزيان. حك على نيفو وحنحن وقال الوالد اجي معايا بغيت نهضر معاك. الحاج اللي شاف من وجوده يوسف ورجع شاف فيه لقاه سبق وخرج لبرا. كان واقف متكي على واحد الحويط وكيطلع على السرجم على برا، عاقد حجبانه وطالق خنزيره، ولكن خنزيره زايده نغزه نظرا للهضره اللي موجد باش يقولها ليه. كيف وقف عليه هو يحك على الحيط بشويه، رجع هز فيه عينيه الحاج اللي كيشوف فيه بنص عين، هزني فوق السما ونطق وقال خبر الخير. فؤاد اللي بلا مقدمات وبلا كثرت بلا بلا الوالد نهار قلت لك اول مره فاش كنت راجع لهيه غادي نرجع ونعاودها، واخا ما كنبغيش نعاود هضرتي، ولكن انت الوالد ما فيها باس. الحاج اللي قال ايه انا عندي لك هضره وخاصنا نحدو هادشي نيت. هذيك بنت الناس اللي وقفوا بيدو ويقول هذيك بنت الناس قلت لك عليها النهار الاول فاش حطيتيني قدام الامر الواقع. من داك النهار هذيك بنت الناس راها مراتي، وتا شي واحد ما شغلو فيا انا ومراتي يا قلتها ليك. بقى غير كيشوف فيه باه، كان ناوي يقول ليه هضره واسمع صدق كيسمع ليه هضره. فؤاد اللي قال مراتي هي مراتي وما غاديش نعاود هضرتي، من داك النهار وانا شغلي مع مراتي. الحاج اللي قال ايه مراتك تعدى عليها وضربها، مراتك تكرفس عليها باش من حق فؤاد اللي خبط فوق داك الحويط وبالجهد حتى تسمع ديك الخبطه، كانوا خبطات متتاليه. نطق هو يقول حق انها مراتي الوالد مرتي ودخلت تحت من جناحي، خوتي داخلين تحت جناحي وحتى هي داخله تحت منه، جناحها هي بوحدو. من نهار جات لعندي وهي مخصصه خير، عمرها تشكت عليك عمرها بكت عليكم. الحاج اللي غير سمع ليه وكيزيد يتصدم من هدرته، كيبين لحد الان انه متشبت بيها. فؤاد اللي نطق وقال مراتي شرعا وقانونا، وخا لعبتوا بالقانون واللي دعيتكم غادي توصلوا لداكشي اللي ما غيعجبكمش، ولكن كتبقى ضرب في صدره ويقول الوالد هي عمرها ما شكات ولا خصاتها شي حاجه، سمعتي؟ نتعامل معاها على انها بنتي وماشي مرتي، ولكن كان خصني نوصل لك هاد الرساله غير مباشره باش عمرك ما تحكم في القرارات ديال ولادك وتحكم عليهم باش ما بغيتي انت. يا من راه بنت الناس، واللي قاصتها قاسني في عينيا، واللي قلقها نيشان يحفر قبرو بيديه. وإلا بغيتك تعرف هو تفرق عليا وانا ومراتي، تفرق علينا وخلينا هانيين، ما تبقاش تاخد عليا القرارات حيت غادي نضطر ناخد طريق السخط الوالد. نتمنى ما تكونش فكرتي انك تفرقني عليها وانا ما في خباريش، كنتمنى هاد الشيء. الحاج يلاه بغى يجاوبوه هو يلقاه مشى وغادي شاد جنبو، عرفوا دارو جنبو ما سولوش شنو وقع ليه، طالما ما قال والو اذا ما غيقولش النهار غادي يقول راه غادي يقول راسو، وهادشي ماشي هو اللي يشغل بالو. ولكن بقى كيدور ليه في دماغه هذيك مراتي ولات شرعا وقانونا. وهنا ظهرت ابتسامه اللي بدات كتوسع على وجه الحاج. نطق هو يقول الحمد لله الحمد لله يا ربي الحمد لله. داز داك النهار من بعد ما طمنوا عليها وجا الاذن باش تخرج من الكلينيك، ولكن الاذن باش يخرج هو ما جاش، واصلا ما عندوش لاش يجيه، هو ما طلبش الاذن اصلا، ما عطاوش حتى باش ينعس بناء على الاوامر ديالو هو. طبعا شخص بحاله مولف بهذا الشيء ومولف يضرب وداك الشيء ولا شي حاجه جديده في حياته لا. اما الاف كل مره كيعيط ليه حتى كيقولها ليه عاد كيهدر، كل مره يعيط ليه ويعطيه اخر الاخبار، كل مره يجبد ليه الجديد. وفؤاد في نفسه غير كيخطط باش كيمشي يعرف هذا اللي يتجرأ وضربه ديك الغفله
اللي حسها هو راها الشمتة بالنسبة ليه. اما الياس ملي لاحو في داك لاصال هو مسدود عليه تما كيعطيو غير الماء يشرب وغير بالتخبيه على فؤاد، كيسول عليه الحاج وكيقولوا ليه راه شاده الحفله ديال راسانا. هذيك الحفله هي اللي خرجت عليه. خرجوا من المستشفى طبعا، وفؤاد بجنبها معنق يديها وقدامهم ما حارش خوتو ولا مو ولا باه. كان باه من بعد ما اطمن عليهم مزيان تيسر لخدمته اللي عنده شغالات هاد الايام. ركب في اللور ديال السياره يوسف وفؤاد حداها. اصلا كانت غير نوجود وراويه ويوسف اللي تكلف باش يوصلهم بالطوموبيل حيت خوه مريض وحيت يمنى عزيزه. اما صهيب فكانت عنده جلسه هكا جلسه ديال الاعتذار منهم حتى يرجع للفيلا. ركبات نوجود هي وراويه مع الشيفور ويوسف كان معاه يمنى اللي ركبات اللور وحدها فؤاد مع النقها وما مخليهاش تنفنف من جنبه. مسافه ديال الطريق حتى كانوا عند الباب ديال الفيلا. كانوا الاخرين سبقوهم وهما عاد وصلوا. ركن السياره وهو يهبط حليهم الباب حتى دخل معاهم. طلعوا نيشان لبيتهم وهاد المره بيتهم بزوج، البيت اللي غيجمعهم وبلا ما يخبيو على الحاج كلشي ولا مكشوف. ويا ريت المشاكل تبعد منهم. يامنا من بعد ما دخلوا كان علين الغروب وكان هو مازال باللبسه اللي كانت عامره بالدم اللي طاحته وهو لابسها. حتى فؤاد نتقات وهي تقول فؤاد هو اللي كان كيبقشش في التليفون وانطق بلا ما يشوف فيها. نعم خاصك تدخل دوش وتبدل حوايجك. هز عيني فيها قال وانتيا؟ انا ولكن هو اللي قرب ليها وقال ولكن اش يعني اللي حشمة تقول لي خاص لي يعاونها الدوش وهي تقول غير دوش انت. زاد قرب ليها اكثر واكثر حتى لصق معاها كرشو وقال شنو. هز يدو دوز بصبعو على خدها وكيهبط بطريقه جابت لها الرعده من صبعها رجليها تقفقفات. غير دوش انت وانا لا غير دوش انتي. هو باغيها غير تقول ليه ما نقدرش وخاص لي يعاونني باش يفتح ليها المجال ويقول لها انا نعاونك وبهذه الطريقه تزيد تعود عليه انه معاه حتى في الشده. نتقات بحزن عاد تلقاتها ليه وقالت خاص لي يعاونني وما كنعرفش نخدم بيدي اليسرى. هز راسو للسما حتى طلقت نهيده. رجع شاف فيها حتى قرب لعند وجهها حتى لعندها وكيف العاده قبط ليها وجهها الصغير بين يديه الكبار كيدوز بصبعو على حنيكاتها وقال انا اللي غندوش ليك وانا اللي غنقيسك وانت شي واحد ما يقرب لك من غيري وتحت ما يقوم بيك من غيري وحتى في فراشنا نقوم بيك ونعلمك غير بيد وحده. يا من اللي طلعتها واحد علموناتي التزنيقه العالميه ناويه انه يجلطها هاد الملعون. مسكينه خدا شفايفها بين دياولو ودخل معاها في واحد القبله مجددا حتى رجعوا ليها منفوخين كسرت مجرهم ليها حتى كيبغي يطيروا من بلاصتهم. يدو كتطلع وتنزل مع ظهرها حتى كتشدها التبوريشه بهاد الحركه لا اراديه كتلصق معاها. ابقى هكاك حتى فصل ديك القبله باسها من جبيسها وحناكها وعنقها ودار على وجهها كامل. فرق فيه بوسات وشتها من يديها وتم غادي مدخلها وهي تحبسو. نطق هو يقول مالنا. غير دوش انت حتى نتعشاو خنزر فيها واحد خنزيره حتى رجعت اللور. نطق هو يقول يا امنه. ابقى كي خنزر فيها حتى على الشيطان وهو يرجع جرها ودخلها. حيد حوايجها بشويه حتى بقات بياسو تزيزنات ماتت وجهها ولا ابيض وهي كتشوف فيه كيحيدهم ليها وباغي يدوش ليها واخا مريض. وبهاد الحركه حس بالدم من جهتها كيحاول يبين ليها انه فعلا معاها حتى في المرض ديالها باغي يتحد ما يطلع على تفاصيلها من غيره هو فقط. وكيف قال ليها انا اللي نقيسك وانا لي الحق فيك ككل. ما بقاتش كتنفنف وتلقاتها في يدو هو حيد ليها داك الشيء وهي تغطي صدرها بيديها خنزر فيها وهي تحيدها وبغات تبكي. داها تحت من داك الرشاش وطلق عليها الماء من بعد ما حيد لها ديك الباندا باش هزها يديها وعاونها حتى بعدات يديها ودوش ليها. غسل شعرها ودوز عليها الصابون باش ما يزيدش انه يحرجها اكثر. خلاها داك الكيلوت حتى كمل وخرج باش توضى هي وراها كيفاش دير وبلا ما تخدم يديها الاخرى
كان داك التيولي في الدوش وقال لها توضى بيه. خرج هو ولقاتو لابس بوكسور بوحدو. خرجات لوا ليها الفوطه فوق على شعرها، حط ليها داك شنو تلبس، لبسها كيلوط، عاد حيد ليها ديك الفوطه ولبسها سوتيان ودوني وبيجاما طويله في الغوص. رجع لها ديك الباندا باش هازا الجبيره وتكاها فوق الناموسيه، باسها هو يغطيها، عاد رجع هو للدوش باش يدوش. وعلى اشعه الشمس اللي تسللات ودخلات وسنات على عويناتها، ضربتها الفيقه ولقات الوقت اللي معطل. شافت في التليفون ولقاتها 9 ديال الصباح وهو ما كاينش حداها. ناط بشويه حتى تقادات في بلاصتها، حيدات ديك الفوطه اللي بقات ملويه على شعرها، طناضت دخلت للدوش، غسلات وجهها ونشفاتو. كتجيها صعيبه بتخدم باليسرى، خصوصا هي كتخدم غير باليمنى. قضات حاجتها وغسلات وخرجات حتى سمعت الدقان. انتقات وهي تقول نعم. دخلت نجود كتطلع عليها مبتسمه. صباح النور بنيتي، كي صبحتي؟ قلت لها صباح الخير، الحمد لله مزيانه، فقت معطله. نجود له قالت لا واه، ايوا الدواء اللي خرجوا لك راه مجهد شويه. نتقاس وقالت فين هو فؤاد؟ فؤاد راه مشى الصباح بكري وعنده ما يقضي. يا بنتي عندي لك واحد المفاجاه. يا مني انتقاد التساؤل وقالت وشنو هي؟ نوجد له كتلولب في عويناتها بمزاح وقالت ما توحشتيش ميمه وباك؟ يا من لحلات فمها وقالت لا، جات ميمه وبا. يا الله بغات تهدر نوجود وهي تحس بالبرد اللي داز من حداها. كانت يامنه نطارت كتجري هزه يديها اللي باستها مع الفرحه ونسات يديها، غاديه كتجري وعينيها كيبريو بالفرحه. شحال توحشت ميمتها، شحال وشحال. هبطت في الدرج بالزربه حتى سمعت صوت باها وجدها، صوت صاحبتها ساره. واش يخفاو عليها هاد الاصوات؟ وقفت عند الباب ديال الصالون وكانت ساره والميمه زينه راويه، اما السي مصطفى والحاج فكانوا في الصالون الاخر ديال الرجال بيناتهم. نطقت وهي تقول ميمه، مشات كتخطي خطاويها بالضربه. حتى غوتات راويه وهي تقول عندك يا منى، عندك يديك. ساره اللي خرجت عينيها، كانوا جابوها معاهم باش تعاون ميمه زينه وباش تشوف صاحبتها واختها اللي تربات معاها. نطقت وهي تقول اويلي يا منى مالك في يدك؟ زينه اللي حلات درعانها وباقي ما شافتش يديها مزيان، حيت النظر شويه ضعيف وعمات لها البصيره عليها. وانتقات وهي تقول اويلي على فجيلتي لالا العروسه مولاس الدار كاوكاوه ديالي. عنقتها وخشاتها فيها، ما ردتش البال يديها وبدات تغني وفرحتها بيها. يا من اللي كتضحك وقالت ميمه توحشتك بزاف. وحتى انا يا عينيا، انا يا فجيلتي حتى انا توحشتك. بعدت عليها ويا تهكر قطعها هزه يديها. اويلي يا بنيتي مالك؟ اويلي مالك؟ يا من اللي قالت والو ميمه والو ما تخافيش، عارفها طليه. زينه اللي قالت هي تهرستي ولا اش جرى لك يا الفجيله؟ اش جرى لك؟ دارت يديها فوق راسها وطلقاتها بواحد الغوطه حتى ناضوا كلهم. نتقات وهي تقول وي الفجيله ديالي وي وطلقاتها بديك الغوطه ليهم تما فجله على قولت الجده. هي زعما نونو ديال العينين، هي الوحيده ديالهم وهي اللي بقات ليهم من ريحه امها. هي البراءه والعينين ديال الدار. الحاج مصطفى تقيسهم في عينيهم وما تقيسهم في يامنا. هادشي شفناه ولاحظناه ايام ما كانت باقي بنت في دارهم. الخوف عليها ديما، واكثر حاجه جداها كان جاي على اساس تشوف حفيدتها عروسه وجايبه ليها العاده وهي الفطور وتشوفها وتفرح بيها. ها هي كتدمع وكتندب وتجدب عليهم تما، والجا ما يسكتها وهي غير لا جرحات كانت كتبكي. عينيها هي يامنا اللي كتهدن فيها وهي والو واش بغات تسكت. ميمه وهاني ماشي شي حاجه والله حتى انا بخير. نوجد اللي قالت والحاجه يهديك الله لا تهدني، ها هي قدامك كتهضر وتجري وتضحك. زينه اللي قالت ربي الحبيبه على بنيتي، وربي يا فجيلتي تعطبات، الله يا ربي ودوك اللي ديدات ما يستاهلوا. بنيتي الله 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 يا ربي تعدد وتجرها لعندها وتعنق فيها والعينين تهرسوا. بنيتي تم جاي الحاج ومعاه مصطفى. الحاج اللي نطقو قال اش واقع هنا؟ دارت يامنه غير شافت باها ويطر لعندو تلاحت عليه، عينيها دايزين بالدموع شلال، الصدر الحنين. هو لجدها
واخا هكاك ما كاينش بحال الاب، ما كاينش واخا يجي 100 حضن، راه ما يكونش بحال حضن باك. عنقها حتى هو شاف يديها فيها ديك الباندا، ولكن اجل حتى يشبع منها. عاد حس بالروح ديالو رجعت ليه، عاد حس براسو ناشط. يا ملي كتبكي وقالت با توحشتك وهي معنقاه. اما مصطفى حتى هو نطق وقال كون شوف يا بنيتي انا، مسح الدم عليه هبطات ليه وقال بنيتي شحال توحشتك. عاد قابلها معاه وكيتفحصها. مالك بنتي اش وقع عليك؟ والو با، غير طحت ويدي تلوات ليا وجا الثقل ديالي عليها وانا تهرست. مع اخر كلمه زاد تغوتات زينه. يا ربي يا ربي على بنيتي الله وكبيتي. الله واخا عوينا يا ربي، راه ما نبغيهاش ليها يا ربي. يا ربي انا ارسلتها عروسه ولقيتها معطوبه. تعالي شداكي تعالي اجي حبي ميمتك وطمني عليها. حبي زعما هي بوتيها. ستي مصطفى ريتقو قال والحاجه راه هذا مكتب الله يهديك، راه عوينتي حتى انايا ولا اني مقسمه ليها. يا ما عندنا ما نديرو. الحاج اللي تقو قال واش نبغي لبنتي الضرر، راها عيني الدار كلها ومن كبيرها لصغيرها. زينه اللي نتقاس وقالت عقلي وقلبي كانوا مقبوطين وحاسه بيها ما هياش حاسه بيها. ايوا جلست احسى عيات وهي واقفه شبه محنيه مع الثقل والغلط والعيا ديال ركابي. ساره نتقاس وقالت يا منى اللي برزتوها بالتقلاب حتى نسات صاحبتها. مشات عندها حتى هي وعن نقاسها، توحشت الرفيقه ديالها ومنبع اسرارها والطفوله ديالها واختها. ساره اختي جيتي. ساره اللي قالت توحشتك يا الفجيله ديالي وحطات يدي على يديها المهرسه. امتى وقع لك هاد الشيء؟ يا منى اللي قالت غير البارح. زينه اللي كتمسح دموعها بزيف اللي دايره مشوار جبداتو من ساكها. والفجيله صيفطت عروسه وجيت لقيتها شلاضه. هذه هي لمانه الحاج، هذه هي لمانه. تعالي حبي ميمتك اش داكي، تعالي. وبقى معاها باها وجداها وكلهم في الصالون حتى لشويه استأذن هو والحاج باش يخرجوا، وبزوج خوت بيناتهم خلاو يامنه مع جداها والبقيه وحتى راويه بزز باش تهدنات ليهم جداها وبزز باش اقتنعات. وهذا هو حالها مع يامنه، فين ما تطيح تبقى تلالي وتندب تمايا. بقاو جالسين وكيهضروا وكتقول لها راه جابت ليها الفطور ديالها. زينه اللي تقاسو هي تقول فين هما دوك الدراري وداك الزين ديال الياس. الوجود اللي شافت فيها منى وراويه وهم يحضروا راسهم. الدراري في الخدمه والياس مسافر مع صاحبه دابا يجي هاد اليومين. زينه اللي قالت شحال عشقت ليه هاد بنت المصفرت. يا ربي لا مرشموها حتى هي راها عاطيه للعين، ولا اني ما تعطيش بحال بنتي الفجيله ياك بنتي. راويه اللي نتقات وهي تقول بنت المصفرت شكون هي؟ ساره اللي ضحكات وقالت والو، هي اللي بغات الياس وطارت معزه نزلت معزه. زينه اللي قربت ليا منى وهي تقول بنيتي تي فين هو زمانك؟ يا منى اللي قالت خارجه ميمه دابا يجي. زينه اللي تقات وقالت ان شاء الله بنيتي ان شاء الله يجي ونتفاهم معاه على الامانه اللي عطيتو ما دارهاش في عينيه. اجي بنيتي مهلي فيك في الفراش. يا منى اللي شرعت عينيها فيها وفمها ولا بيض كتسمع فشي تكرشيخات ديال الضحك ما حبسوش. كانت ساره وراويه نطقات وهي تقول ميمه اويلي. مشاو وجدوا الصينيه ديال اتاي وحطوا هكا الصينيه والبراد والحلاوي وجلسوا كيشربوا كويس داتاي ويجمعوا كيف العاده. من بعد ما سالاو خرجات هي وساره هكا الجرده وبقاو كيهضروا، بقاو مجمعين وكيضحكوا مره كيجبدوا هضره وكيتناقشوا عليها وهما جالسين حتى تحل الباب ديال الفيلا. دخلت السياره ديالو وكانوا هما بعادوا البنات عاطين بالظهر الا يمنى اللي كانت من الجهه الاخرى. شافتو حتى ركن السياره وخرج منها بشويه حتى وقف وكان داير نضادر كحلين. دور راسو وهو يقشعها جالسه لبعيد شير ليها بيدو باش تبعو. يا ملي ناضت وحنيكاتها مزنقين نتقاسو هي تقول انا غادي نشوف فؤاد ونجي. ساره اللي صغرت فيها عينيها وقالت ومن وجهك تاني تزنك. يا ملي خسرات سيفتها وقالت ساره واسكتي صافي. ضحكات وقالت سيري هي ما عليها والو، راه وجهك اللي هرب منه الدم ومن داتك ومشى عليه. استأذنات هكا منهم ووجهها بغا يطرطق
مشات دخلت الفيلا وهي طلع للبيت نيشان حيت شافتو داز من الجهه الاخرى وعرفاتو غادي يكون هكا طلع للبيت. طلعات ويلا دخلت للبيت حتى حست براسها كدور ولاصقه مع كرشو محاوطها بدرعان ومزير عليها حتى بدات كترمش او وجهها اللي تزنق بالخجل والصدمه كلشي تخلت عليها. خلعها هبط العنقه وخشى فيه وجهه بشويه وباسو بوسه خفيفه تتحولت لبوسه طويله. خرج لسانه وطلع بشويه بشويه حتى برشات. طلعت ديك اللي كانت خفيفه طلع لودنيه وجر ديك الشحيمه بفمو ويمسها واستقر عليها. حط يدو على يديها المهرسه وانطق هو كيطبطب عليها بشويه وقال شويه شويه اليوم. يا من اللي قلبها كيزدح حتى كتسمعو في راسها وقالت شويه. حول يدو لدرعانها وكيمشي وكيجي فيه بسبعانو تحست بدغدغه. طلع لوجهها وشاف فيها بعينيه اللي كيهبلو وهما هابطين ديك الحشمه اللي كتسالي معاه. هبط عينيه لفمها اللي كتلعب بيه وهي مسبتره. بقى كيشوف فيهم حتى هبط لعندهم واستقروا دياولو عليهم. جرهم بشويه بوسه خفيفه شويه حتى ولات بوسانيت لي طويله. عضها بالجهد حتى غوتات ليه بشويه وسط فمو وهو يخشي لسانو فيه. كيلعب ليها في الداخل ديال فمها وكيدور على جميع القناة ويديه كيلعبوا في ظهرها حتى كيهبط لتحت وكيعجنها بيديه ديالتها وكيسحك عليها واحد الشوق واحد الاشتياق اللي تملكو في ديك اللحظه ما كيشبعش منها غير كيشوفها ما كيكرهش. قنتها في جميع القناة وانفرد بها ولكن راه مبرزت انه ماشي بوحدهم وغير ما كيزيد يبغي يقرب الموعد ديال رجوعهم لدارهم وتما غادي يعيشوا كيف ما بغاو. خلاه يعشقها ويعلن على انها مراتو شرعا يتقبلها من الفوق هاد الشي ويتجنن بيها. لحظاتهم على ديك الحال بقى هكاك حتى كتهز وكيزيد هو يتحكك عليها. هبط العنقه وخلاها تنفس وعطاها وقتها وحتى عليها بواحد العضه اللي كانت خفيفه حتى قفزات. هو اللي بقى هكاك معنقه وخاشيها فيه ومفارقه مسافه بين يديها وكرشو باش ما يعقرهاش. انطق هو يقول البعاد كيقتل بنت الناس. صبرت بزاف. يا من اللي كترمش فيه براءه وقالت خرجتي الصباح. مشيت صوانيت هادي وكيوريها جنبو وطلعت الفاس ومشيت خرجت الياس قضيت شي غرض. هز ليها وجهها وهو يقول جاو داركم. جاوباتو براسها وقالت جاو وكتوريه بيديها كاينه ميمه وصاحبتي وبابا وخرج مع عمي. عض على شفتو السفليه وحك نيفو رجع شاف فيها ودار جهه تما ديال الدوش كيحلف صدافي ديال القميجه حتى حلها وحيدها قدامها. عطاها بظهرو وهز راسو حتى ترتق عنقو. هز يديه حتى تورمو كتافو العراض ودرعانو اللي تنفخو. هادشي كتشوف فيه غير يامنا وكتزيد تحل فيه فمها وجهها اللي غير ما كيزيد كيتزنك. هبط يديه وكيحل في ديك السنطه ديال السروال وحيدها. دارو دخل الدوش ولقاها واقفه. تسنيني حتى نهبط معاك. يامنا اللي قالت غدوش نطق وقال لا دوشت في الصباح غادي نغسل غير يديا. واخا انا غادي نجبد لك ما تلبس. دار غادي ودخلو كيهضر وقال لا غير ارتاحي انا خارج عندك. دخل للدوش وحيد سروال وتقاشر تما ولاحهم في السله ديال الوسخ. غسل يديه ووجهه من الغبره ديال الزنقه نشف وهو يخرج. مشى للدريسينغ وجبد منه سروال قطن مع تيشيرت وبيض ومكتوب بالاسود. لبسهم ولبس كلاكيت ديال السبع ومدو ليها في الضو حتى وقفات. حاوطها بدرعانو من جهه اليد اللي كانت سليمه. دور ليها يديها على جنبو بس ليها راسها وما يخرجوا بزوج. هبطوا في اتجاه الصالون حتى دخلوا على نوجود وزينه اللي كانوا مجمعات وكيضحكوا. فؤاد اللي حنحن وانطق بصوت رجولي وغليظ وخشن. انطقها بواحد الصوت اللي فيه هيبه. انطقها ثقيله وبزربه في نفس الوقت. السلام عليكم. زينه هزت راسها وقالت وعليكم السلام ولدي ومصغره عينيها وكتحقق فيه. واش هذا هو فؤاد راجلك بنتي؟ يامنا نطقات بخجل وبشويه وقالت ميمه. طلق منها فؤاد ومشى حتى لعندها تحنى على ركابيه وكيشوف فيها. رفع حاجبه من الزلاخر وقبط يديها وباسها. جر ليها راسها وهو يبوسو
نطق هو يقول هو هذا الحاجة اللي كتحقق فيه، وقالت والزين والطولة والوقفة وغليظ الصوت. ايوا وقفتك تحنت 20 ولدي، كي دراعك كلمتك، ومن عينيك كلمتك كلمة الرجال، شوفتك يتهز ليها الجبال. راجلو بدراعك وبقاعك، يمنى ونوجود وسارة والبقية أما راوية ففهمات وما فهمات، ولا إني ديك راجل بدراعك وبقاعك فهموها طايرة. راوية اللي هربات باش أنها تضحك اللي يسمعها أخوها ويجغلطها ويامنة اللي ماست، سارة اللي بغات أنها تبكي وهي جالسة كتضحك وحابسة الضحكة. فؤاد اللي عقد حجبانو وبغى يخنزر وهو يحشم. زينة نتقاس وهي تقول وخليت لك بنيتي امانه ولا تحت جناحك، علاش ما رديتيش ليها البال وهي نور العينين. هو اللي حنحنو وهو يقول هبط راسو كيعض في شفايفو بعصبيه، رجع شاف فيها وهو يقول خرجت من جناحك ولا تحت من جناحي، ما بقى لك بها غرض، هي نور عينيك ولات دابا عينيا، وهذا هو مكتبها، نهزها بسناني وراه عمر داري وما نفرط فيها. راجلو بدراعي وقبل من كلمتي، اما قاعي راه بيني وبين مراتي. بس يديها تاني وشاف فيها بواحد النظرة، واحد النظرة هو يكمل كلامه وقال من غير مراتي اللي سول على قاعي جوابو دراعي، واللي حك على نحاسي يلقى باس يا ميمتي. واحد الجوجات اللي كانوا جالسين تما ماتوا من الضحك، كيضحكوا حتى ما بقاوش حبسوا من الضحكه من هذيك الهضره اللي كيقول. جالسين خرجوا للجرده كيجريو وجلسوا وبقاو كيضحكوا حتى وصلاتهم صوتهم بحوح. ساره نطقات تقول وامي على قاعك ناري راويه اللي بقات كتضحك وقالت لا 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 كون بقيت والله ما نصبر، ناري راه بزاف هاد ميمه بزاف. ساره اللي نطقات وهي تقول كتسول على القاع وبغات تزوج الياس بنت المفرط اللي خطبها الشهر اللي فات كانت والله هيلا. راويه نطقات وهي تقول من بعد ما نجلسوا نرتاحوا من الضحك بعدا وديك الساعه نهضروا، والله ما يتزوج هذاك، خاص حتى يتزوج اللي وراء فؤاد. ساره اللي نطقات وهي تقول شكون هو اللي وراء فؤاد؟ يوسف. راويه اللي قالت لا صهيب هو كبر من يوسف بعام. ساره اللي قالت صهيب داك الشهيب اللي يسبعوا الكلب عندنا في الدوار وهرب. راويه اللي قالت لها دخلت عليك بالله، قالت لها والله الا تبعو وغادي وكيغوت ورجليه ولاو بحال الروايد ديال تراكتور من حيدنا عليه انا ومولاه ما رضاش. راويه اللي قالت ناري لقيت فاش نشدك صهيب. اما فؤاد فعطى الحاجه هاد الكلام قدام الوجود اللي بقات غير كتشوف، ما عرفت تضحك ولا تبكي ولا تولول ولا شنو غدير، تخالط عليها كل شيء. ساره اللي هربات وتبعات راويه وخرجوا الجرده شبعوا ضحك، اما يمنى فبغات تبكي، بغات انها تهرب وخافته ما يلقاها ويخلطها، بغات تسكت جداها وبغات تشنق راسها وتموت كاع يتكملوا على التحيه اما زينه من بعد ما سمعت كلام وتمعنات فيه مزيان ضحكه من قلبها، ضحكه ديال العيالات الكبار، قهقهات بشويه وكتحس بها خارجه ليها حنينه. نتقاس وهي تقول ايه كلامك زين وموزون ومعناه كبير. فؤاد اللي شاف فيها وقال والفهم يفهم، اي والله يرضي عليك ولدي. بس لي يديها تاني وطبطب عليها وناض وقف ودار جهة يامنة، لقاها حاضره راسها وحابسه البكيه، عقد غباشته هو يحنحن وقال الوالده ارسلي لي القهوه ديالي المكتب من دابا شويه. قالت لي نوجديها ولدي واخا. ضرب الدور وخرج من الصالون وتبعاتو يامنة حسات من غادي الممر ديال المكتب، وقفها ويسقى مع الحيط، دار يديه هنا والهيه وهي وسطهم، حضر راسو معصب حسات تهدن عاد هز راسو فيها، هز صبعو كيهدد وقال جداك ما ليها غرض بك وبداك الشي اللي بيناتنا وتفاهمنا ما نعاودش هضرتي، ولكن عاودتها لك سمعتي شي حاجه ديروها من ورايا وبلا ما تخبريني بيها راك شفتيني علاش قاد. خبط الحيط تما حتى قفزات وغوتات. نطق هو يقول مزيان يا من الغوتات وقالت ماما ما مزيان والله ما تخاف. شاف فيها حتى شافه هو يطلق من يديه، دار ديريكت للمكتب. يامنا فمشات لعند جداها وجلست حداها وبغات تقول ليها تحبس من ديك الهضاضر
وخافت تغوت عليها حتى هي، ما بقات عرفت لما دير الخاطر، وهي تسلم وكلات امرها لله.